بدأت قصتنا عندنا وشاهدنا طفلا صغيرا في مختبر، حيث كان جميع الأشخاص المحاطين به قد ماتوا، وفي الغالب كان هذا الصبي الصغير هو من قام بذلك، وذلك بسبب اختطاف صديقته، أو تحديدا صديقته التي تدعى أساكا. رأينا شخصا يمسك بها ويرغب في قتلها، وتهدد الصبي الصغير وتقول له: إن حاولت فعل أي شيء سأقتلها على الفور. ليتضح لنا بعد أن هذا الصبي الصغير هو بطل قصتنا. فجأة حدث شيئا غريب للفتاة التي كانت تحمل المسدس، وتوفيت فورا وسقطت على الأرض. وأصبح واضحا أن بطلنا يوغيري يمتلك قوة سحرية رهيبة جدا، حيث يستطيع قتل أي شخص دون لمسه. وفجأة ظهرت فتاة أخرى وهي تصطفق يوغيري، كان نائما في نهاية المطاف، وأدركنا أن كل ما رأيناه كان جزءا من حلم. علمنا أن اسم الفتاة هذه توموشيكا، وكانت تحاول أن توقظه وتخبر أنه نائم وأنهم واقعون في مصيبة كبيرة جدا. علمنا أنهم كانوا في رحلة مدرسية، ولكنهم فجأة صدموا بتنين غريب قاتل جميع الأشخاص الموجودين في الحافلة. وفجأة رأينا التنين يقرر أن يهجم عليهم من جديد ويقتلهم، ولكن بطلنا يوغيري شعر بشعور غريب جدا واستخدم قوته السحرية الغامضة، ورأينا التنين يسقط على الأرض. كانت توموشيكا مصدومة ولا تصدق ما حدث للتنين، لكن يوغيري لم يخبر بما حدث، يسترخي بصمت ويلعب على هاتفه المحمول. بعد ذلك تطلب منه توموشيكا أن يخرج معها من الحافلة لرؤية ما يحدث في الخارج، ولكن يوغيري يرفض ذلك ويقول لها أن من الأفضل عدم الخروج، لأننا لا نعرف ما إذا كانت هناك تنانين أخرى ولا لا. تصر توموشيكا على إقناعها بالخروج، لكن يوغيري يتحدث معها بهدوء ولا يظهر أي خوف، ما يجعل تستغرب. ثم يطلب من توموشيكا أن تخبر بكل ما حدث أثناء نومه. بالفعل بدأت تسرد له كل ما حدث، وتقول له أنهم كانوا في الحافلة في الليل، وعندما دخلوا إلى نفق غريب خرجوا منه ليجدوا أنفسهم في مكان غريب تماما لا يعرفون عنه شيئا. وفجأة ظهرت فتاة غريبة وسط الحافلة، وبدأت تعرف نفسها باسم الحاكمة سيون. مع ذلك قرر سائق الحافلة طردها، لكنها استخدمت سحرها وقتلته على الفور. وبالطبع كان بطلنا نائما ويشخر، فلم يشعر بأي شيء من ذلك. تقول لهم: لا تخافوا، ليس هدفي قتلكم، ومع ذلك إذا أزعجني أحد سأقتله فورا. الطلاب يستمعون إليها ويشعرون بالخوف الشديد، ولما العجب فهي فتاة تملك قوة مرعبة، وبدون تردد تقوم بقتل شخص آخر لتثبت لهم قوتها الهائلة. يا لها من فتاة مجنونة، فهي تقتل الناس وتضحك في نفس الوقت. ثم تخبرهم سيون أنهم قد انتقلوا إلى عالم آخر، وتقول لهم أنهم استدعوهم لربما لأنهم قد يكونوا حكماء أو أقوياء مثلها. بعد ذلك تبدأ في منح الطلاب قوة خارقة، ويلاحظون أن أجسادهم تشع بالضوء وتنبعث منها طاقة هائلة. توموشيكا تستغرب لأنها لم تشعر بأي شيء مثل الطلاب الآخرين. الحكيمة تخبر الطلاب أنها قد ثبتت لهم نظاما يسمى أغنية المعركة، وبالطبع أي شخص يحصل على القوة التي تمنحها يمكن أن يرى إحصائياته الخاصة، وتوضح لهم أن القوة التي تمنحها لهم في هذا العالم هي هدية، ويجب عليهم محاولة تطوير تلك القوة ليصبحوا حكماء مثلها. وتخبرهم بأن لديهم مهلة شهر واحد لتطوير قوتهم. توموشيكا بعد تسأل الحكيمة شيونو وتخبرها بأنها لم تحصل على أي قوة خارقة. ترد عليها وتقول بأن أي شخص لم يتمكن من الحصول على قوة الهدية خاصتها، والسبب أن ليس مناسبا لها. بالطبع كانت توموشيكا خائفة، وشيون بدأت تهددها وتقول لها: إذا لم تتمكن من الحصول على قوة السحرية المميزة فهذا يعرض حياتك للموت على يدي. بعد ذلك شيون أخبرت الطلاب بأن مهمتهم ستبدأ خلال ساعة واحدة، وفي ذلك الوقت نظرت الصديقة توموشيكا إلى إحصائياتها وتعرفت على المهمة القادمة، حيث يجب عليهم الهروب من تنين يحب أكل البشر، ولذا يجب عليهم أن يبحثوا عن خطة للهروب قبل وصول هذا التنين وقتلهم. وبعد ذلك تدخل أحد الطلبة يدعى سوغورو، وأخبرهم أن ليس هناك خيار غير أنهم ينفذوا هذه المهمة بنجاح. واتضح أن هذا الفتى يتمتع برتبة قائد في هذا العالم، فهو مسؤول عن أي مجموعة لتحقيق أهدافها بسرعة. ثم طلب من كل فرد أن يقدم له إحصائياته الشخصية وقدرته التي يمتلكها. وبالطبع هناك أشخاص لم يتمكنوا من الحصول على أي قوة مثل توموشيكا، بما فيهم بطلنا يوغري الذي لا يزال غارقا في سبات عميق. من بعد ذلك يبدأ سوغورو في توجيه الطلبة. لقد أخذ كل الطلاب الذين يمتلكون قوة سحرية باستثناء الطلاب الذين لا يمتلكون أي قدرات سحرية. يتدخل واحد من الطلبة ويطلب من سوغورو أن لا يتركهم وحدهم داخل الحافلة، لكنه يرفض وأظهر قوته الخارقة، وقال لهم أنهم ليس لديهم أي قوة خارقة وأنهم سيشكلون عبئا عليهم وسيسببون لهم المشاكل. ثم طلب من الفتاة الموجودة معهم أن تستخدم قدرة سحرية غريبة وهي قدرة الجاذبية حتى يتمكن التنين من الوصول إليهم بسرعة. واتضح أن هدف سوغورو هو أن يجعل هؤلاء الطلاب طعما إلى التنين من أجل أن يتمكنوا من الهروب بأمان والوصول إلى المدينة. ثم أغلق باب الحافلة وتركهم وسار بعيدا. بعد فترة وجيزة نرى أن التنين قد وصل حقا إلى الحافلة. للأسف التنين قتل جميع من في الحافلة باستثناء توموشيكا وبطلنا يوغري. عندما حاول توموشيكا أن تشرح ليوغري ما حدث نلاحظ أن يوغري لا يهتم بما يجري، لكنه كان متضايقا فقط لأنه لم يستطيع شحن هاتفه المحمول. ثم سألته وقالت لها: أنت الذي قتلت التنين عندما هاجمنا أليس كذلك؟ ولكن يوغري كتم حقيقته وقال لها: أنا لم أفعل شيئا من هذا. وعندما خرجوا من الحافلة وجدوا أمامهم ثلاث طرق، إما أن يذهبوا إلى المدينة أو يتوجهوا إلى الجبل أو يدخلوا إلى الغابة. لكن فجأة لاحظت توموشيكا أن
هناك 3 طلاب يطيرون في الهواء ويقتربون منهم. لقد كان يرغب يوغوري في قتلهم، لكن توموشيكا تمنعه وتقول لهم أنهم أصدقائهم. يوغوري يذكرها بأنهم تركوهم وأرادوهم أن يموتوا، لكن الطلبة انصدموا عندما رأوهم ما زالين على قيد الحياة ولم يستطيع التنين القضاء عليهم، واتضح أن هدفهم كان هو تحويل توموشيكا إلى زومبي. نكتشف بعد حين أن هؤلاء الطلاب الثلاثة يمتلكون قوة سحرية في هذا العالم، ومن بينهم هناك طالب يستطيع تحويل أي شخص إلى زومبي. تدرك توموشيكا بسرعة أنهم أعداء وأتوا من أجل قتلهم، ثم يظهر طالب منهم غاضبا ويقوم بإطلاق كرة نارية قوية عليهم، ولكنها هجمة اصطدمت بالجبل المجاور. لقد كان هدفهم هو تخويفهم فحسب. بعد ذلك يقترح على توموشيكا الانضمام إليهم، لكن توموشيكا كانت خائفة جدا منهم، في حين يظل بطن يوغري هادئا وغير خائفا. وفي هذه اللحظة يوغري يوجه إصبع ناحية أحد الطلاب منهم وأمره بأن يموت، وينفجر الفتى السمين بالضحك ويستغرب مما يفعله يوغري. لربما اعتقد أنه أصيب بالجنون، ولكن انصدم عندما يجد الطالب قد سقط على الفور جثة هامدة. بعدها يحذر يوغري الباقي من الاقتراب، لكن أحدهم لم يهتم بكلامها، ويوغري يستخدم قوته السحرية مرة أخرى ويقضي عليها، ويبقى الطالب السمين فقط. وحينها يحاول يوغري أن يحذره ويقول له إن تحركت قد يكون مصيرك مثل أصدقائك، ولكن الطالب السمين لم يستجيب لكلامه ويستخدم قدرته السحرية العلاجية في محاولة إنقاذهم، ولكن ذلك دون جدوى. بعد أن قتل يوغري الطلاب الآخرين، تأكد توموشيكا أن يوغري هو الذي قتل التنين قبل أن يهاجمهم. الفتى السمين يسأله لماذا قتل أصدقائه، فيجيب يوغري بأنه قتلهم للدفاع عن نفسه، ويكشف له أن قدرته السحرية تدعى الموت الفوري. مع ذلك لا يزال الطالب السمين غير مصدق قدرته السحرية، وفي هذه اللحظة يقترح يوغري على الطالب السمين أن يجرب القدرة بنفسه ويموت، لكن الطالب السمين يتوسل له ويطلب أن لا يقتله. وفي الوقت نفسه يكون الطالب السمين غدارا وخبيثا ويقترب من يوغري بهدف قتله، وفي هذه اللحظة يوقفه يوغري ويقول له أن لديه أيضا قدرة تشعر بنية أي شخص إذا كان ينوي قتله أم لا. حينها الفتى السمين جلس على الأرض وبدأ يبكي ويتوسل إلى يوغري أن لا يقتله. يسأل يوغري قائلا لماذا تغيرتم بعدما حصلتم على القوة السحرية من الحكيم سشيون؟ أجاب الفتى السمين قائلا بأن هذه ليست المرة الأولى التي نصل فيها إلى هذا العالم، ويخبر بأنه استدعي منذ فترة لمحاربة وهزيمة ملك الشياطين. ويوضح الفتى السمين أنهم نجحوا في هزيمة ملك الشياطين، ومع ذلك عادوا إلى عالمهم مرة أخرى. وبعد أن تحقق يوغري من كل هذه الأمور يقرر أنه سيقتل الفتى السمين الذي بدأ يبكي بصوت عالي، ويطلب من توموشيكا تخلي يوغري سامحة ولا يقتلها، ولكن واضح أنها غير مبالية به ولا تريد أن تدافع عنها. وفورا يخرج الشاب السمين طوقا سحريا معه ويقول لها إن هذا الطوق إن لبسته فسوف أصبح خادما لك. وفعلا عندما يرتدي الطوق يتحول إلى خادم حرفيا، لكن توموشيكا لم تعجبها هذه الفكرة وتخبر أنها لا ترغب في أن تكون سيدة له، وتقرر أنها تتخلى عنه وتجعله يكون خادما ليوغري. وعلى الفور يوغري بدأ يلقي عليه الأوامر وأمره أن يتوجه للغابة ويظل واقفا عندها ولا يتحرك. وأصبح الفتى السمين في حالة خوف ورعب كبير جدا، لكنه لم يستطيع عصيان أوامرها بما أنه قد أصبح خادمها. وبالفعل يتجه الفتى السمين نحو الغابة راكدا. بعدها يوغري يحذرها أن لا يكشف هويتهما لأي شخص، ثم يطلب منه بعد ذلك أن يترك أي شيء ثمين وغالي لديه هنا قبل أن يغادر. وبالفعل يخرج الفتى السمين كل الذهب والنقود التي جناها في مغامرتها الأخيرة. تتحدث توموشيكا وتقول لها أليس لديك أي خوف أنني أخونك أو أخون ثقتك فيني؟ فيجيبها قائلا لا يهم ما تفعلينه لأنني اخترت أن أكون أنا الذي يحميك بنفسي. تشعر توموشيكا بالإحراج والخجل وتقول لها حسنا لماذا قررت أن تدافع عني؟ يجيبها قائلا عندما رأيت التنين يهاجمنا شعرت وقتها بأنك قريبة مني وأن بيننا صلة. وتظهر قلعة غريبة تعيش فيها الحاكم شيون، ويأتي شخص مع قائمة بأسماء الحكماء المحتلين، ثم تظهر القائمة التي تحتوي على الطلاب الذين نجحوا في الاختبار الأول، ولكن يكتشفون وجود 4 طلاب لم ينجحوا وقد قتلوا. وعندما تراهم الحاكم شيون تصاب بالذعر لأن 2 من الطلاب ينتمون إلى رتبة إس. ويبدأ الشاب الواقف أمامه في الشك بأن سبب وفاتهم هو استخدام قدرة السحر الموت الفوري، ويقرر أن يذهب ويتحرى الموضوع بنفسه. وبعد ذلك نراهم يصلون إلى المدينة. توموشيكا كانت متحمسة جدا، بينما يوغري يشعر بالكسل ويرغب في النوم. تشعر توموشيكا بالقلق بشأن الحراس الذين أغلقوا باب المدينة، ويقرروا أن يذهبون إلى هناك جري بسرعة ليسألوا لماذا يقومون بهذا. وعندما يصلون يفاجئون بشخص يتحدث بلغة غريبة ويجعلهم ينتظرون خارجا حتى يأتي شخص يتحدث معهم. عندما تراه توموشيكا تكون سعيدة لأنه يتحدث بنفس لغتهم، ويخبروه أنهم انفصلوا عن بقية الطلاب وأنهم وصلوا إلى هنا. رئيس المدينة هذا يشعر بالاستياء لأن أي شخص يدخل هنا يفترض أن يدفع رسوم الدخول، لكنه تلقى أوامر بعدم التدخل إذا كان شخصا مرشحا ليكون حكيما. يسألونه كيف يمكنهم الوصول إلى العاصمة الملكية لكي يكونوا مع بقية الطلاب، لكن الرئيس يتحدث معهم بكل
الغرور ويرفض مساعدتهم. يطلب ذلك من توموشيكا أن تذهب إلى منزله وتنتظر هناك، لكنها تشعر بأنه شخصا غامضا جدا وتخاف منه. أثناء سيرهم في المدينة تكون توموشيكا مندهشة جدا من مظاهر الناس داخل هذه المدينة، وتشعر وكأنهم مستوحون من قصص خيالية بالطبع، لأنها ترى أشخاصا يشبهون الوحوش. وفجأة تأتي لهم فتاة تشبه القطة اسمها ميريو، تقول لهم أنا المساعدة الخاصة بكم إذا واجهتم أي مشكلة هنا في المدينة. وبالطبع في البداية لم يكونوا مرتاحين لها، وعلى الفور يسألونها ما هو المقابل الذي ستأخذينه منا لمساعدتنا. تجيبهم قائلة أنا لن أخذ أي شيء منكم، المساعدة ستكون مجانية. وتوضح لهم أن هدفه هو الاقتراب من الأولاد الذين سيصبحون حكماء في المستقبل. توموشيكا تشعر بالملل من طول كلامها، وتقول إلى يوغري هيا نتجول في المدينة قبل أن يحل الليل. ويقررون أن يخرجوا مع القطة حتى تساعدهم وتعرفهم على كل شيء هنا. وفعلا نرى توموشيكا بعد ذلك تشتري ملابس جديدة، وفجأة يجدون أنفسهم محاصرين بمجموعة من الوحوش. ويقول يوغري كما توقعت بالضبط، لم أكن راضيا تماما عن كلامها. تعتذر توموشيكا هنا ليوغري لأنها وثقت في الفتاة القطة وظنتها فتاة طيبة. نرى الوحوش الإسبلطاجية يرغبون في أخذ كل شيء منهم، ورد واحدا من الوحوش الإسبلطاجية قائلا نحن نبحث عن الحكماء المرشحين الذين لا يمتلكون أي قوة سحرية مثلكم. وبالتأكيد هؤلاء الأشخاص الجاهلون لن يكونوا قادرين على الهجوم على أي شخص حصل على القوة السحرية هذه من الحكيم شيون. يعتقدون أن يمكنهم بيع توموشيكا للحصول على الكثير من المال. توموشيكا بالطبع تشعر بالخوف والرهبة منهم، ولكن يوغري ينصحهم قائلا من الأفضل لكم أن تمهدوا الطريق لكي لا اضطروا إلى قتلكم. وعلى الفور تبدأ توموشيكا في تحضيرهم قائلة احترسوا، يوغري يمتلك قوة هائلة جدا، وأتمنى ألا تقتربوا منه إذا كنتم تهتمون بحياتكم. بعد ذلك تظهر فتاة القطة وتعتقد أن توموشيكا تحاول تخوفهم فحسب، ويبدو أن يوغري متضايقا للغاية. وفجأة يأمر جميع الأشخاص الذين يقفون وراءها أنهم يموتون، وبالفعل نرى أنهم قد ماتوا وسقطوا على الأرض. نراه بعد ذلك يبدأ في استخدام قدرة سحرية على الوحوش التي تقف أمامه، ويحاول استخدام قدرة هذه في أجزاء معينة من أجسادهم، ولكن يفشل في ذلك. يجد أنهم قد ماتوا جميعا أمامه. توموشيكا مصدومة وتسأل لماذا تفعل هذا، فيرد عليها قائلا أحاول اختبار قوتي السحرية حيث يمكنني قتل أجزاء معينة من أجسادهم فقط. ثم يعود ويجرب مرة أخرى، وبعد ذلك ينجح يوغري في تدمير عين واحدة من الوحش، وبالتالي يصبح غير قادر على الرؤية تماما. عندما رأت فتاة القطة ذلك تشعر بالخوف الشديد، وبدأت تترجاه وتطلب منها ألا يقتلها، وتقول لها لدي أخوات صغار وأود أن أربيهم، من فضلك لا تقتلني. مع ذلك يوغري لم يبدي أي اهتمام بكلامها، ويقول لها هذا ليس مبررا لتكوني لصة وعنيفة. الرجل الذي يرافق الفتاة القطة يكون خائفا جدا. فورا بعد يحاول يوغري استخدام قوته لقتلهم، ولكن قدرته لم تعمل، واستغلوا هذا الموقف وهربوا. تسأل توموشيكا وتقول لها لماذا تركتهم يهربون؟ وفجأة تشتغل قدرة يوغري ونجد أنها تعمل فعليا على فتاة القطة والرجل الذي يرافقها، ويموتون ويسقطون على الأرض. وبعد ذلك يقول يوغري توموشيكا يجب أن نغادر هذا المكان فورا، ولكن يا لسوء الحظ قائد الحرس توقفهم في مكانهم وتقرر أن تفتح تحقيق معهم بشأن الأحداث التي وقعت. لكن يوغري يقرر أن يكذب عليها ويقول لها أنا لا أعرف ما حدث هنا، ولكن قائدة الحرس كانت تعلم أنه يكذب، وتقول لها لقد رأيت تلك الوحوش وهي تحاصركم، ورأيتها تموت واحد تلو الآخر أمامك. تخبرهم أيضا أن حراسها لديهم مناعة ضد سحر الحكماء، وتؤكد له أن سحر الهدايا الذين يحملونه لن يؤثر عليهم. ولكن يخبرها مساعدها أنه استخدم مهارة التقييم خاصة، واكتشف أن توموشيكا ويوغري لا يمتلكان أي قدرات سحرية من سحر الهدايا، وتأكد أن يوغري بريء مما حدث للوحوش الثو، ويسمح لهم بالمغادرة. وتغادر الحارسة وهي متضايقة وغاضبة من الوضع، ويذهب مساعدة ليوغري ويعتذر لهم على الموقف. بعد ذلك يوغري يسأل الحارس عن مكان يمكن البقاء فيها الليلة، وبعد ذلك نجدهم قد وصلوا إلى فندق ضخم جدا. وعندما فتحت توموشيكا باب غرفتها تكون منبهرة بجمال الغرفة وحجمها الكبير. تظل طول الوقت تفكر بيوغري وتتساءل عما إذا كان يحبها بنفس القدر الذي هي متعلقة به. فجأة ينقطع التفكير حينما يظهر شبح أمامها، وتصبح خائفة ومرعوبة لأن الشبح يشبه أختها الكبرى تماما. بعد ذلك تصرخ العفريتة في وجهها وتعرفها بنفسها واسمها وموكو. تخبر توموشيكا أن حارستها الشخصية وأنها متواجدة هنا لمساعدتها في أي مشكلة. توموشيكا تسأل الشبح لماذا لم تظهري من قبل عندما واجهت الكثير من المشاكل في الماضي. تعتذر منها وتشرح لها أن السبب يعود لوجود يوغري معها، كانت تخاف كثيرا منه لأنه مخيف. وتوضح لها أن قوة يوغري لا تعمل فقط على البشر بل تؤثر أيضا على الأرواح والأشباح مثلنا. ثم طلبت من توموشيكا أن تخبر يوغري بوجودها حتى إذا رآها بالصدفة لا يقوم بقتلها. أخبرت موكو أن وظيفتها هي حمايتها من أي قدرة خارقة للطبيعة
الطبيعة. توضح لها موكو أنها منعت سحر الهدايا من أن يكون متواجدا لديها، مما جعل توموشيكا تغضب منها لأن بسبب أصبحت فتاة ضعيفة وكان من الممكن أن يقتلها التنين. وتوضح لها موكو أن سحر الهدايا له فعالية كبيرة جدا، ولكن في نفس الوقت أي شخص يمتلك سحر الهدايا يصبح مجرد أداة في يد الحاكمة شيون. موكو تخبر توموشيكا أن هدفها الوحيد هو مساعدتها في العودة إلى عالمها الأصلي مرة أخرى، ومع ذلك تظهر توموشيكا مترددة وتعترض قائلة: إذا عدت إلى عالمي الأصلي فسوف أبتعد عن يوغيري. في اليوم التالي تذهب توموشيكا إلى يوغيري وتجده يجلس بمفرده وينتظرها. بعد لحظة يرحب يوغيري بمديرة الفندق ويشكرها على التعاون، ويخبر توموشيكا أن المديرة سوف تساعدهم لمعرفة مكان الطلبة، وكانت المديرة حجزت لهم أيضا تذاكر القطار إلى العاصمة الملكية. ثم يخرج بعض الأشياء الثمينة ويعطيها للمديرة. المهم بعدها ننتقل الأحداث ونراهم يجلسون في القطار، وكان الشبح موكو معهم. بعد أن حكت توموشيكا لها عنها يبدو أن يوغيري قد أصبح يستطيع رؤية موكو. بعد ذلك علمنا أن بقية الطلاب ذهبوا للغابة لتدريب أنفسهم وتعزيز قدرتهم السحرية، وفجأة شعر يوغيري بخطر شديد بيحمي توموشيكا. اكتشفنا أن هناك قوة سحرية هائلة ضربت القطار. بعد ذلك نذهب إلى قاعدة الحرس حيث نجد وحشا مسجونا لعلاج إصابته، على الرغم من استخدام سحر الشفاء عليه إلا أن الوحش لا يزال أعمى بسبب قوة يوغيري التي تعرض لها. لكن الحكيمة قامت بنزع عينها واستخدمت سحر الشفاء وزرعت له عينا جديدة. الغريب أن حتى بعد الحصول على العين الجديدة لا يمكنه أن يرى شيئا وتظهر كل الأشياء أمامه باللون الأسود. تشعر الحكيمة لين بالاستياء، بعد ذلك تنقض عليه بالهجوم، لنكتشف بعدها أن في الأصل مصاص دماء، واتضح أن أي شخص يتعرض للعض من قبل الحكيمة لين يتحول إلى مصاص دماء فيكتسب قوة هائلة جدا، ومع ذلك فإن بصره لم يعود له ولا يزال أعمى. وفجأة تعرض المكان الذين هم فيه إلى هجوم عنيف من قبل شخص ينتمي إلى فئة الأبطال. بعد ذلك نعود إلى يوغيري وتوموشيكا. علمنا أن الهجوم الذي تعرض لها القطار لم يكن مستهدفا، بل كان سبب ذلك معركة قوية قائمة بين روبوت وأحد الحكماء تقع على مقربة من القطار، ويظهر فجأة الروبوت الضخم يقاتل الحاكم وتشتد المعركة بينهم. وفي ذلك الوقت تقول توموشيكا إلى يوغيري: لماذا لا تقتلهم؟ إنهم هاجمون الآن وكاد أن يقضى علينا بسببهم. يجيبها قائلا: هل أنت حمقاء أم ماذا؟ في الوضع الحالي إذا قتلت أي شخص أمامي فسأكون في النهاية قتلت العالم بأسره. وفجأة يجدون البطل والروبوت واقفان أمامهم، ونرى الحاكم يستهزئ بالناس ويصفهم بأنهم زبالة، وبدون تردد يستخدم الحاكم قوته السحرية عليهم. نعود إلى البطل الذي يهاجم الحاكم لين والحراس. كانت الحاكمة لين تشعر بالاستياء لأن البطل قطع فستانها، وتسأل عن سبب الهجوم عليها وتخبره أن الأبطال مثلها من المفترض أن يحاربوا مالك الشياطين. يخبرها أنه يريد أن يضع حدا لطغيانها ويمنعها من فعل الشر، ويخبر أن جميع الحكماء يجب أن يتم محوهم. ثم يستخدم قوته الهائلة من سيف المقدس الذي يحمله ويدمر كل شيء حوله حرفيا. بعد ذلك نعود إلى يوغيري الذي يسأل الحاكم قائلا: لماذا قتلت البشر الأبرياء وهم ليسوا جزءا من معركتك الحالية؟ ويظل الحاكم سانترو متضايقا جدا منه ويستمر في الاستهزاء به، ولكن يوغيري يظل مستاء للغاية من هذا الوضع، وفجأة يستخدم قوته السحرية ويقتل الحاكم دون تردد. ثم نعود مجددا إلى البطل الذي يهاجم الحاكم باستخدام السيف المقدس، ولكنه يصاب بالصدمة حينما يكتشف أن الحاكمة لين لا تزال على قيد الحياة. يجلس على الأرض ويشعر بالإحباط، ثم تقف أمامه وتقول له: أنا خالدة ولن أموت أبدا. وفي هذا الوقت يستسلم البطل وطلب منها أن تقتله، لكنها ترد عليه قائلة: لست بحاجة إلى ذلك. ثم تلقي به إلى مكان بعيد، وثم تطلب من قائد الحرس أن يخبرها بمكان يوغيري. بعد ذلك نجد الروبوت العملاق جالسا على الأرض أمام يوغيري ويقول له: أنا مستعد لفعل أي شيء حتى لا تقتلني. يلمس يوغيري الروبوت ويطلب منها مساعدتهم على العودة إلى عالمهم الأصلي مرة أخرى. يجيب الروبوت قائلا: إن العالم الوحيد الذي يمكنكم العودة إليه هو العالم الذي جئت منه. ويقول لهم الروبوت: أنا غير قادر على أخذكم وإعادتكم إلى هنا، لأن هناك جزءا آخر لا يمكن جلبه معي إلى هذا العالم، وأيضا لا يمكن أخذ شخص خطير مثلك إلى عالمي. وفجأة يظهر الشبح موكو ويقترح عليهم شيئا ما، وبعد ذلك ننتقل مباشرة إلى عند الحاكمة لين والحاكمة شيون يتحدثون بشأن قتل الحاكم سانترو. تقول لها لين تقول لها: لا يمكن تجاهل شخص لديه قدرة على قتل الحكماء. نعود بعدها إلى الغابة عند يوغيري وتوموشيكا، وتعطيهم الشبح موكو سيفا استولت عليه من الروبوت العملاق، وتقول لها: يمكنك تغيير شكل هذا العنصر إلى أي شكل ترغبين فيه. بعد ذلك يستمرون في طريقهم في الغابة حتى يصلون إلى المدينة. توموشيكا سعيدة لأن المدينة تشبه المدينة التي كانوا فيها من قبل، لكنها تشعر بالقلق بشأن يوغيري الذي يبدو مرهقا ومتعبا، وتسأل عن التعب الذي يشعر به فيجيبها قائلا: هذا التعب طبيعي لأنني قتلت الكثير من البشر والوحوش في رحلتنا إلى الغابة. عندما التفت توموشيكا ونظرت خلفها تصاب بالصدمة حينما تجد عددا كبيرا من الأشخاص المهاجمين والوحوش الذين كانوا يهاجمونهم أثناء رحلتهم في الغابة، ولكن يوغيري سبق وانقضى عليهم دون أن تشعر توموشيكا بذلك، حتى تقول لها: بما أنك قتلت هذا العدد الكبير وشعرت بالتعب فإن هذا يفسر أن قوتك لها حدود. يجيب يوغيري قائلا:
قوتي ليس لها حدود، ولكن إذا استخدمتها بشكل مفرط فسأشعر بالتعب. وبينما يتجولون في المدينة تلاحظ الشبح موكو وجود حواجز سحرية تحيط بالمدينة بالكامل. يواصلون البحث عن الفندق الذي سيقيمون فيه، وعندما دخلوا إليه يجدون زميلهم الذي يدعى تاتشيبانيا، وبعد أن رحب بهم يسألونه لماذا هو هنا وليس مع بقية الطلاب، فيجيبهم قائلا قررت أن أتركهم وأكون وحدي لأن واضح أننا غير متفاهمين تماما مع بعضنا البعض. ثم يقول أن أيضا تدريباتهم كانت غير فعالة على الإطلاق، وأثناء هذا نلاحظ وجود فتاة تقف بجواره وتبدو متضايقة، وتقول أن السيد تاتشيبانيا يبدو أنه يتعامل مع توموشيكا بشكل جيد، مما يوحي بأنها صديقتها المقربة. وثم يظهر عدد آخر من الفتيات. تاتشيبانيا أخبرهم بأن هؤلاء أصدقاء من أيام المدرسة، ويقدم إلى يوغري هؤلاء الفتيات الذين يعملون حراس شخصيون. ونلاحظ أن كل الحراس الذين يرافقونهم إناث، ويتحدثون بغرور مع توموشيكا ويوغري الذي أهمس قائلا في أذن توموشيكا. يبدو أن تاتشيبانيا واثقا جدا من نفسه. توموشيكا تشارك مع الحديث وتخبره أن عندما كانوا معا في مدرسة الثانوية كان مغرورا للغاية، وكان يهتم فقط بمعرفة الفتيات. ثم يفاجئها بطلبها أن تكون حبيبته، ويقول لها إذا كنت مهتمة بيوغري فلا يوجد مشكلة، ويمكننا أن نقدم استثناءات وأجعله أيضا خادمي. هذا الطلب يثير دهشة توموشيكا، فتفهم أن لا ربما يكون شخصا مجنونا، فيرد عليها قائلا لدي قدرة سحرية رهيبة تدعى قدرة التحكم، تعني أنني قادر على السيطرة على أي شخص يكون أقل رتبة مني. تقاطع توموشيكا قائلة لكنك لم تنتهي من تدريباتك، وزملائك لا يزالون يتدربون في الغابة ولم تذكر شيئا عنهم. فيرد عليها تاتشيبانيا قائلا سأخبركم بمعلومة عني لا تعرفونها. بعد أن انتهينا من المهمة الأولى قررنا أن نعقد احتفال صغير بهذه المناسبة. ثم بعد ذكر أين المدعو أتوري يجلس مع تاتشيبانيا ويقدم لها بعض النصائح. نعلم أن لديه قدرة سحرية تسمى المستشار، مما يعني أنه قادر على تحليل البيانات وتقديم نصائح لأي شخص يواجه المشاكل. ويقول أوتوري نظرا أن لديك قدرة تحكم يتجنب زملائك دائما التعامل معك، لذا أنصحك بشراء كمية كبيرة من الخدم الضعفاء ويكونوا في المستوى الأول. إذا استطعت الخدم أن تهزم الأعداء فإن الأعداء سيصبحون خدما لك، وبهذه الطريقة يمكنك جمع عدد كبير من النقاط، وبالتالي ستزيد قوتك بشكل كبير. وبعد ذلك يقترح على توموشيكا أن تنضم إليه، ويقول لها خذي وقتك في التفكير، وتركها وغادر. لكن توموشيكا كانت غاضبة جدا منها. بعد ذلك ننتقل إلى الأحداث ونرى موكو تتحدث مع توموشيكا وتقول لها إلى متى ستظلين جالسة هكذا تنتظرين استيقاظ يوغري الذي صار له 3 أيام وهو نائم. بعد ذلك تطلب توموشيكا من موكو أن تروح تصحيه من النوم، ولكنها تشعر بالخوف منه وتقول لها أنا خائفة من الذهاب إلى غرفته ربما يقتلني. بعدها يلاحظون هناك سيارات تتجول بسرعة عالية جدا في المدينة دون اهتمام بأي شخص يسير في الشارع، ويكون الشخص الذي يقود هذه السيارة أحد مساعدين الحكيم لين. وتقول موكو هؤلاء ليسوا بشر عاديون، فرائحة الموت تنبعث منهم. تخاف توموشيكا وتقول ما هذا العالم الغريب الذي لا يهتم بأي شخص، والقتل الأمر سهل بالنسبة لهم. بعد ذلك نرى خادمة من خدم تاتشيبانيا تسير أمام بابهم، لكنها تكون مختفية وتكون هذه قدرتها السحرية. بعدها موكو تسأل توموشيكا قائلة هل ما زلت ترغبين في الخروج؟ تجيبها توموشيكا قائلة لقد غيرت رأيي وقررت أن أبقى. ثم تقول لها موكو أشعر بأن هناك شخص يراقبنا لكنه مختفي ولا أستطيع رؤيته، ولكن نواياه واضحة وشريرة تجاه الآخرين. تقول توموشيكا حسنا كيف سنتصرف معه إذا كنا غير قادرين على رؤيته؟ تذهب موكو نحو الهاتف وتقول لتوموشيكا أعتقد أن الحل هو أن نتصل بيوغري ليتولى أمره. في ذلك الوقت يكون يوغري نائما في سباس عميق ويحلم بنفسه وهو طفل صغير، ثم يستيقظ على صوت رن الهاتف ويجيبها ويخبرها أنه سيأتي في الحال. وفور أن خرج من غرفته يستخدم قدرته، وبالفعل لقد رصد مكانه على الفور، استخدم قدرة الموت الفوري وقضى عليها. أكمل سيره كأن شيئا لم يحدث. وعندما دخل إلى الغرفة يخبر توموشيكا أن بالفعل هناك خادمة تاتشيبانيا، وكشف أنها كانت تنتظر الفرصة المناسبة لتقتلها، لكن يوغري قام بالقضاء عليها على الفور. واتضح أن هذه حارسة تدعى إيريكا، ويقترح أن من الأفضل أن يغادروا المكان. يوغري يسأل توموشيكا مستغربا لماذا تبدين هادئة هكذا على الرغم من وجود شخص يريد قتلك؟ تجيبه قائلة بأنها اعتدل على مثل هذه الأمور. نرجع إلى ناحية تاتشيبانيا الذين وجدوا وحشا حشريا يقفوا أمامه ويحاولوا الهجوم عليهم. عندما يهاجم الوحش عليهم تاتشيبانيا ينشئ حاجزا سحريا يصد هجومه بسهولة، وعندما شعر الوحش بالإرهاق يقوم تاتشيبانيا بقطع ذراعها واستولى عليها، وأصبح الوحش خادمها المطيع. يبدأ تاتشيبانيا في التحقق في سبيل اختفاء إشارة الخادمة إيريكا، وعندما رجع بمقطع الفيديو يتفاجأ بأنها سقطت وتوفيت بمفردها، وشك في أن هناك شخص هاجمها من الخلف وقد نجح في قتلها. تخبر أحد الخادمات أن إيريكا مقاتلة قوية جدا وأن من الصعب لأي شخص أن يهاجمها من الخلف. يسأل عن السبب الذي جعلها تجري خلف توموشيكا، وتقول له الخادمة الأخرى ربما أنها كانت
كانت ترغب في إحضارها إليك لإرضائك. نرجع إلى ناحية أخرى حيث كانت الحكيمة لين تخوض معركة قوية مع وحش الظلام، لكن هجومها لم يؤثر فيها. ونرجع مباشرة حيث يحاول يوغوري وتوموشيكا الهروب من الفندق، لكن تحاصرهم خادمة أخرى وتقول إلى أين، ثم استخدمت عصاها السحرية وحصرتهم بحاجز ثلجي وتخبرهم أنها هنا لتأخذ توموشيكا وتسلم إلى زعيمها، ومع ذلك يستطيع يوغوري كسر الحاجز الثلجي بسهولة. تحاول أن تستخدم سحر من جديد، لكن يوغوري على الفور استخدم قوته السحرية وحطم عصاها السحرية. يقترب منها ويقول لها بما أنك تستخدمين السحر يجب أن تكون معك عصا أخرى، أليس كذلك؟ وبالفعل تخرج عصا جديدة وتستدعي شبحا على شكل دمية ويقرر أن يهجم عليهم، لكن توموشيكا تمسك بالدمية وتلقيها على الأرض. الشبح موكو تقول إلى يوغوري إن قدرة توموشيكا بدأت تظهر. في نفس الوقت الخادمة تستدعي عصا سحرية جديدة وتهجم عليهم، لكن يوغوري على الفور يستخدم سحره ويقضي عليها. بعد ذلك يدور خلفهم عدد هائل من الدمى. يتضح أن الشخص الذي يتحكم في هذه الدمى فتاة صغيرة لقد كانت تتحكم في الدمى عن بعد، ولكن يوغوري تمكن من أن يجد مكان الخادمة الصغيرة، ولقد أصيبت بالفزع حين رأت يوغوري يقف أمامها واستسلمت له. بعد ذلك نرى تيتشيبان ينظر في جهاز وعرف أنها استسلمت ليوغوري وعرفته بكل شيء، ويتضح أن يوغوري يستطيع قتل أي شخص بمجرد التفكير فيه. وفي هذا الوقت يجد يوغوري وتوموشيكا عدد هائل من الحشرات حولهم، وعرفنا أن تاتشيباني هو الذي أرسل هذه الحشرات، وذلك حتى يستطيع تعقب موقعه من خلالها. ولكن يوغوري كعادة لم يصب بأي ذهول، لكن توموشيكا كانت خائفة جدا من هذه الحشرات، وكما يقولون إذا دخلت هذه الحشرة داخل أفواههم سيقضي عليهم في الحالة. وتاتشيباني يبدو أنه مبسوط، يظن أن يوغوري لن يستطيع أن يتغلب على هذه الحشرات، ولكن إحدى الخادمات تحذره وتخبر أن سيكون من الأفضل أن لا يواجه يوغوري لأنه يملك قدرة سحرية هائلة جدا، ولكنه يبدو أنه لن يصغي لها ويفكر أنه سيهجم على يوغوري. وطبعا بما أن تاتشيباني هو الذي يتحكم في الحشرات، عندما يوغوري استخدم قدرته حتى يقتلهم نجد أن حتى تاتشيباني يتأثر بقدرة يوغوري. بعد أحد الخادمات بدأت تستخدم سحر الشفاء حتى تعالجه، لكن فات الأوان لأن تاتشيباني شكله خلاص مات. والخادمة الأخرى فرحت جدا لأنهم تحرروا أخيرا من تحت سيطرة تاتشيبانيا. بعدها تقرر أنها تغادر النفق السري، وفور أن خرجت فوجئت بلين مصاص الدماء وردت قائلة بسخرية ما هذا المكان الغريب الذي خرجت منه؟ يستحيل أن تستطيع أن تواجهين وحش الظلام. ثم أخذت تقترب منها واستخدمت سحر الذي يدعى سحر الفتنة، وذلك حتى تسيطر عليها وتتحكم فيها مباشرة. بعد ذلك قامت بعضها حتى تحاول إلى مصاص دماء مثلها وتصبح خادمتها. وبينما يوغوري وتوموشيكا يمشون في ممر ضيق جدا سمعوا صوت صراخ عالي جدا، لكن بعد حين يتفاجؤون بكل سكان المدينة تقريبا تحول إلى زومبي. اتضح أن الشخص الذي فعل بهم هكذا هو نائب لين مصاصة الدماء. وفي نفس ذلك الأثناء لين تقرر إرسال وحش الظلام إلى المدينة. لقد عرفنا أنها تريد أن تساوم قدرة يوغوري عما إذا كان يستطيع قتل وحش الظلام أو لا. وعند العودة إلى المدينة نرى أن الزومبي قد دمرها وأفسد كل شيء فيها. لقد كانت توموشيكا خائفة ولا تعرف ما الذي جاء بالزومبي إلى هنا. يوغوري لاحظ أن تحركات الزومبي بطيئة جدا، لذلك أخبر صديقته توموشيكا أن يمكن الهرب إذا استغلوا هذه الفرصة، لكن يبدو أن توموشيكا لا تريد، فهي تريد أن تساعد الناس. لكن يوغوري يخبرها أن لن يستطيعوا فعل أي شيء لأن العدد الزومبي كبير جدا. موكو أيضا تخبرهم أن يجب عليهم الهروب بسرعة من هنا قبل أن يلاحظ الزومبي وجودهم. وفي ناحية أخرى يظهر عمدة المدينة وهو يعاتب مساعد لين اللي اسمه بالمناسبة هو ماسايوكي، وذلك لأنه جعل الزومبي تدخل هذه المدينة. أن لين مصاص الدماء منحته إدارة هذه المدينة، ولكن ماسايوكي لم يعطي كلامه أي اهتمام لأن همه الوحيد هو أن ينفذ أوامر الساحر لين ويجد يوغوري ويقتله. ثم طلب من العمدة أن يسلم لها مفتاح هذه المدينة، وطبعا لم يستطيع أن يرفض له طلبه وسلم لها مفتاح المدينة. وبعد ذلك ماسايوكي أخذ يتحدث في ميكروفونات المدينة ويقول إلى سكان المدينة الأعزاء أود أن أخبركم أنني من أتباع الحاكمة لين، وأنني أبحث عن يوغوري وتوموشيكا، وأقول لكم لديكم ساعة واحدة فقط لتجدوا يوغوري، أو سأجعل الزومبي يبدأ في التحرك من جديد ويستكمل تدمير المدينة. وأود أن أخبركم أيضا لا أحد يستطيع الهروب من المدينة، فقد تم إغلاق جميع الحواجز المحيطة بها. بالطبع يشعر جميع سكان المدينة بالخوف وهم لا يعرفون ماذا سيفعلون لأنهم يجب أن يجدوا يوغوري وتوموشيكا. ونرى أن عمدة المدينة متضايقا للغاية وهو يهدد سكان مدينته بقوة. يوغوري هنا يقول لتوموشيكا أنا لا يوجد حل آخر سوى الهروب من هنا ونترك المدينة لأن الجميع يبحث عنا. هنا تستغرب توموشيكا لماذا يبحثون عنا، فيقول لهم أن ذلك بسبب قتل أحد الحكماء. بعد أن نرى أن 3 من سكان المدينة استطاعوا أن يجدوا يوغوري وكانوا يحملون أسلحة في أيديهم، وقرروا أنهم سيقبضون عليهم، ولكن يوغوري حذرهم من الاقتراب وإلا سيقتلهم جميعا. عندئذ قام واحد فيهم بالهجوم عليه، ولكن يوغوري استخدم قوة السحرية وأنهى حياته. توموشيكا كانت خائفة جدا من يوغوري لأنه كان يقتل الأبرياء، وقال توموشيكا ليوغوري إنهم الذين جاءوا للقضاء علينا، ورأينا الاثنين الآخرين فروا هاربين على الفور. حين نلاحظ أن يوغوري متضايق للغاية بسبب ماسايوكي لأنه بدأ يحارب سكان المدينة للقبض عليهم، وذلك قد يتسبب في قتلهم، وهذا ما جعل يوغوري أن يذهب للبحث عن ماسايوكي ليتحدث معه. وبالفعل وصلوا إلى المكان الذي يتواجد فيه ماسايوكي، ونلاحظ أن المكان مخيف للغاية ومليئا بالأشباح. يعتقد ماسايوكي أن يوغوري قد جاء ليسلم إليه نفسه وأنه خائفا منه. يستمر ماسايوكي في التنمر عليه ويقول لم تأتي هنا لتضحي بنفسك وتنقذ سكان المدينة، فيرد عليه يوغوري قائلا
ألا بالطبع ليس كذلك. يرد ماسايوكي قائلا إذا قتلتك ستنتهي اللعبة تماما، ولكن يوغوري يخبره قائلا يجب أن أترك المدينة الآن وأركب القطار للذهاب إلى العاصمة الملكية. أريدك أن تزيل الحاجز الذي وضعته حول المدينة حتى أتمكن من الخروج من هنا. يتضايق ماسايوكي من طريقة حديثه معه ويقول له أنت لست هنا لتطلب مني الخدمات. يوغوري رد عليه قائلا أجل معك حق، أنا أيضا يجب أن أقدم لك خدمة مقابل الخدمة التي ستقدمها لي. يواصل يوغوري قائلا إذا قمت بإزالة هذه الحواجز سأتركك تعيش ولن أقتلك. يغضب ماسايوكي بشدة وأردف قائلا مستحيل أن تستطيع قتل الأموات فهم في الأصل ميتون، ومع ذلك يستخدم يوغوري قوته السحرية ويقتلهم جميعا في لحظة واحدة. ينصدم ماسايوكي ولا يصدق نفسه بأن قوته تعمل أيضا على الأموات. يرفع رئيس المدينة يده مستسلما تماما، ويستغرب ماسايوكي كيف استطاع يوغوري قتل الأموات الذين كانوا بالفعل ميتين من قبل. يشعر ماسايوكي بالاستياء الشديد ويبدأ في الغضب ويتحول إلى رجل خفاش، وما إن تحول حتى نجد أن يوغوري استخدم قوته بسرعة وقتله. بدأ يوغوري يتحدث مع عمدة المدينة يبحث عن حل الحواجز الموجودة حول المدينة الذي كان خائفا جدا ومستسلما، ويخبرهم العمدة بأن المدينة بأكملها تخضع لحكم السيدة لينا وأنها الذي أمرت ماسايوكي بقتلهم. توموشيكا لم تفهم شيئا لأنها كانت تظن أن الحاكمة شيون هي التي كانت تريد قتلهم. يخبرهم أن شيون حاكمة أيضا وأن هذه المنطقة تحت رحمة الحاكمة لين. فجأة ظهرت الشبح موكو وبدأت في تحذيرهم وتخبرهم بأنها تشعر بوجود شيئا غريبا هنا. بالفعل اتضح أن هناك قوة روحية قد سيطرت على سكان المدينة بأكملها وجعلتهم يبحثون عن يوغوري لكي يقتلوه. ويقوم عمدة المدينة بوعد خطة حيث يستخدم مفتاح المدينة لإزالة الحاجز الذي يحيط بها، ويتفاجأ أن المفتاح لا يعمل ويدرك أن لين هي التي تسيطر على الحاجز الآن. وبالطبع لين قد وضعت حاجز حول المدينة خوفا من أن يقتلها يوغوري عن بعد. وتظهر خادمة تاتشيباني وتنصحها بعدم التورط مع يوغوري في أي مشاكل وتخبر أن ممكن أن يكون أقوى من الحكماء. مع ذلك لين ترد على الخادمة قائلة لا تتدخلي في شؤوني لأنني سأتصرف بما أراه مناسبا. ونرى أن وحش الظلام يقترب من المدينة ونجد أن يوغوري وتوموشيكا محاصرين من قبل سكان المدينة. توموشيكا تسأل هل إذا كان يستطيع قتل الشخص الذي يسيطر على سكان المدينة بأكملها. يرد يوغوري قائلا للأسف لا أستطيع القيام بذلك. وبعد ذلك يقضي يوغوري على كل من يحاول مهاجمته من سكان المدينة. واكتشف أن هناك شخص يحاول اختبار قوته بشتى الطرق. ونرى أن عمدة المدينة يعاني من الخوف والصدمة لأن سكان المدينة يموتون واحد تلو الآخر أمامها. ونرى الحاكمة لين وهي تقول قد حان الوقت لدخول وحش الظلام إلى المدينة، وتحاول أن تجد طريقة لقتل يوغوري. وعرفت أن وحش الظلام هو الأمل الأخير، وتستخدم فورا سحرا غريبا يمكنها من تقسيم نفسها إلى نصفين وإنشاء نسخ كثير من نفسها، مما جعل يوغوري يشعر بشيء غريبا ويقول توموشيكا أن واضح أن الآن أعداءنا قد أصبحوا بقوة هائلة. بعد ذلك وصل وحش الظلام للمدينة وكل ما يلمس حرفيا يختفي ويبدأ في التحرك نحو يوغوري ليقتله. ونرى الحاكمة لين مجهزة جيش الخاص بها وتقول إنني أريدكم أن تهاجموا المدينة فور أن يموت وحش الظلام، وقامت بعمل نسخ كثيرة منها لكي لا يتمكن يوغوري من قتلها. يوغوري يظل غير مهتم ويشعر بشيء غريب. بعد ذلك يقرر يوغوري أن يقتله، لكن عندما نجح في ذلك يصدم بوجود سهام سحرية كثيرة تضرب المدينة وتدمرها. يقول واضح أن الهدف هو تدمير المدينة بأكملها، وبالطبع يوغوري لا يستطيع تحديد مصدر الهجوم ليقتل الشخص الذي يقوم بذلك. لكن توموشيكا لاحظت أن هذه السهام السحرية هي نسخ كثيرة من الحاكمة لين. ويقول توموشيكا ليوغوري أنا لا أستطيع قتل الحاكمة لين لأنها لا تستهدفني بهذا الهجوم. ويودع عمدة المدينة أن هذه قدرة سحرية للحاكمة لين وأنها قادرة على صنع نسخ كثيرة منها. بعد ذلك قام عمدة المدينة بصنع نسخة من المدينة التي يوجدون فيها، وعرفوا بعد ذلك أن لين عندما تهاجم مكانا لا تهاجم مرة أخرى، لذا قرروا أن يذهبوا إلى الأماكن التي لم تهجم عليها بعد. وعندما وصلوا إلى هناك بدأ يوغوري ينتظر هجوم الساحرة لين، وفورا أن ظهرت الحاكمة لين استخدم قدرته السحرية ونجح في قتلها. وثم قامت الساحرة موكو بإنشاء حاجز حولهم لحمايتهم من انفجار. وبعد ذلك وقعت النسخ الأخرى جميعا على الأرض وماتوا. واستغربت الحاكمة لين كيف يمكن لشخص خالد مثلها أن يموت في نسخها، وقالت لها خادمتها هل تأكدت الآن أنه أقوى منك بكثير؟ وكانت مبسوطة جدا وقررت أنها تصنع نسخ جديدة منها، ولكن وفجأة تفاعلت عليه تعويضة الموت وشعرت أن الجسد الأصلي في بعد آخر مات، وعلى الفور وقعت على الأرض، لكنها كانت تشعر بالسعادة وأردفت قائلة أن بهذه الطريقة نستطيع إنقاذ الفتاة. وعندما اختفى جسد الحاكمة لين نجد فتاة فتحت عيونها، وبعد نرى يوغوري وهو يبحث عن عمدة المدينة ليجد لهم طريق الخروج من المدينة. في نفس ذلك الأثناء نرى أن كل هجمات الحاكمين لين بدأت أن تتلاشى وتختفي، فنعود للقلعة حيث نرى الفتاة تستيقظ من تابوت وأشارت بأنها تحولت إلى مصاص دماء، ووجدت حاجز سحري موجودا فيه رسالة من حكيمة لين مكتوبا فيها لقد نمت أنا واستيقظت أنت، وبمعنى آخر أنا هي أنت، ولكن في نفس الوقت أنت شخص مفصول عني وليس لك أي شيء من ذكرياتي.
بعد نرى أن عمدة المدينة يشكر توموشيكا ويوغري لأنهم ساعدوه وأعطاهم شحنة حتى يغادرون المدينة بها. وبعد أن صعدوا على متن الشاحنة نجد أن يوغري يلعب بهاتفه، وكانت تتولى توموشيكا قيادة الشاحنة واتجهوا مسرعين برا المدينة، حيث نجد فتاة الساموراي التي تدعى ريوكو تقاتل وحشا ضخما جدا. وبعد تعود للمخيم حيث يوجد فيه كل الطلبة، لكنها انصدمت عندما رأت الفتاة كارول موجودة أيضا في المخيم، واتضح أنها فتاة من النينجا ومختصة في العمليات السرية. وقالت لها لقد أخذت منك هذا الموبايل سرا من أجل أن أرى الأدلة التي كنت تراقبين بها يوغري. وتقول لها ريوكو أنهم جهزوا قمر صناعي حصري حتى يتمكنوا من مراقبة يوغري. في نفس ذلك الأثناء يصل إنذارا إلى ريوكو أن الباب الأول انفتح. بعد ذلك نرى توموشيكا وهي تقود الشاحنة، وبسبب الرعب والارتباك كادت أن تعمل حوادث كثيرة، في حين أن يوغري يغطو في نوم عميق. تخبر موكو ألا يتضيع وقتها في الحديث مع يوغري لأنه يغطو في نوم عميق ولن يستيقظ أبدا، لكن توموشيكا كانت تتعجب منه لأنه نائم وغير مبال بشيء. ونرى أن يوغري نائما ويحلم بنفسه وهو صغير، ونجد أن هناك فتاة تسميه يوغري وكانت تعلمه كيف يتعامل مع الآخرين يوغري. واتضح أن اسم هذه الفتاة هو أساكا، وعلمنا أنها تشتغل في المختبر، وعندما قرأت شروط العمل قررت أنها تترك كل الشغل وتستقيل، ولكن المدير بتاعها رفض أنها تستقيل وأخذ يعرف على المختبر السري. لكن مع ذلك شعرت أساكا بالخوف وسألته عن نوع العمل الذي يريدها أن تقوم به، فيخبرها أنه يريدها أن تعتني بالوحش. هنا أساكا على الفور شعرت بالخوف، لكن ربما أنها لم تفهم قصدها، وفورا انفتح الباب أمامها فوجئت بممر سري شكلها مرعب. وعندما بدأوا يخطون هذا الممر الغريب والمخيف بدأت أساكا تشعر بالخوف والقلق، مما دفعها تسأله إلى أين يريد أن يأخذها. يخبرها بكل بساطة أنه سيأخذها إلى مكان عملها، ويخبرها أنهم وجدوا طفل غريب عنده قدرة مرعبة، ويوضح لها أن هذا الطفل يملك قدرة مرعبة جدا حيث يستطيع قتل أي شخص بمجرد التفكير فيه. فبدأ الخوف يتسلل إلى قلب أساكا. ردت قائلة: أفهم من كلامك أنك تريدني أن أبقى مع هذا الطفل. رد عليه قائلا: نعم بالضبط، وهذا لأنك فتاة عبقرية وأنت الوحيدة التي تستطيعين التعامل معها. وبعدها أعطاها ورقة ستجد فيها جميع التعليمات التي يجب عليها أن تتبعها. وفجأة فتحت بوابة غريبة لتجد نفسها بعدها في عالم آخر، تتبع الخريطة التي تحملها في يدها وتصل إلى المنزل الذي ستعيش فيه هذه الفترات. وفي هذا المنزل نجد يوغري، لقد كانت خائفة جدا منه. المهم فتحت الباب ووجدت ولدا صغيرا يجلس على الأرض. يوغري بعدها بدأ يضحك معها، وشعرت أساكا بالاستياء من هذه المنظمة الغريبة، وتقول كيف يمكنهم أن يتركوا ولدا صغيرا في مكان كبير كهذا. وتقول ليوغري: لماذا أصغيت للكلام كل هذه المدة؟ ولكن وفجأة يوغري لاحظ أن هناك شبح خلف أساكا وكان يحاول اغتيالها، ولكن هنا يوغري استعمل قدرته وقتل الشبح على الفور، ويخبر بأن هذا الشبح كان يراقبها طول الوقت وينتظر الفرصة المناسبة للقضاء عليها. بعد أساكا بدأت تعرف على نفسها، تخبر بأن اسمه أساكا ويقول لها: اسمي ألفا أوميغا، ويخبرها أن هذا الاسم اختارتها له هذه المنظمة السرية. ثم يعودون إلى المنزل حتى تجهز لها الطعام، وتقوم أساكا بإعداد لها ألد وجبة، وعندما يأكلها يكون طعمها لذيذ جدا. وتبدأ أساكا في التفكير في اسم له، وتقرر أنها تسميه يوغري. ويستيقظ يوغري بعد ذلك من حلمه، وتقول له توموشيكا: كنا نتحرك بسرعة كبيرة وكنا سنرتطم بصخرة ضخمة وكدنا أن نموت. كيف تستطيع أن تنام بهذه الطريقة بلا وعي؟ فلا تشعر بشيء؟ يجيبها قائلا: لقد استخدمت قدرتي السحرية بشكل مكثف خلال الفترة السابقة، ولذلك شعرت بالتعب والإرهاق وكان علي أن أنام. بعدها يسأل يوغري قائلا: لماذا يحتتم علينا أن نذهب إلى العاصمة؟ وترد عليه وهي غاضبة: كيف لك أن تطرح مثل هذه الأسئلة الآن؟ ويقول لها أن هدفنا أننا نرجع إلى عالمنا مرة أخرى، حتى أن نستطيع أن نرجع يجب أن نقابل حاكم شين. قد تكون هناك طريقة أخرى حتى نقابلها مرة أخرى دون أن نذهب إلى العاصمة الملكية. تقول توموشيكا أن كل زمائلهم تقريبا موجودين في العاصمة الملكية، وعندما بدأوا التحرك بالشاحنة مجددا فوجئوا أنهم ارتطموا بشيء غريب، واتضح أنه تنين ضخم للغاية. وعلى الفور بدأ التنين أنه يهجم عليهم، ولكن يوغري استطاع أنه يقضي عليه بسهولة. لكن فوجئوا أن هناك عدد كبير جدا من التنانين كانت تحاول الهجوم عليهم وقتلهم. وتقول توموشيكا بوضوح: يبدو أننا وصلنا إلى منطقتهم، ولكن يوغري لا يمزح معهم في الحال، يقوم بقتلهم جميعا. بعد يظهر تنينا ذهبيا ضخما ويعرف باسم التنين الرعد. تبدأ توموشيكا في الشعور بالخوف الشديد وتعتقد أنه يريد الهجوم عليهم، لكن يوغري يقول له: أشعر بأنه لا ينوي الهجوم علينا. ويتفاجئون بأن التنين هرب على الفور، ولكن يوغري ينادي عليه ويقول له: بما أنك تفهم لغتنا من الأفضل لك أن تأتي إلى هنا أو سيكون مصيرك مثل أصدقائك. بعد أن الفتاة الصغيرة تجلس أمام يوغري وتشعر بالخوف بأنها هي التي كانت واخذة تحول التنين الذهب، وتقول إلى يوغري: لماذا هجمتم علينا؟ وتقول في رعب: يبدو أن تم الكشف عني. فيسألها يوغري: لماذا قمتم بالهجوم علينا؟ فتقول له: كنت أريد اختبار قوتي لمعرفة ما إذا كنت مؤهل لمقابلة سيد السيف أم لا. يوغري يسألها: من هو سيد السيف الذي تتحدثين عنه؟ فتجيب الفتاة في غرابة: لستم هنا لمقابلة سيد السيف.
فيقول لها نحن كنا في طريقنا للعاصمة الملكية من البداية. تخبرهم بأن السيد السيف موجودا في الوادي هنا ويمكن أيضا أن يمنحهم العديد من الهدايا. استفزها يوغري ويقول لها ماذا سنفعل بهذه الهدايا، لسنا مستعدين لمقابلتها. تركوها وراحوا، فازدادت غضبا وقالت لهم انتظروا لا تذهبوا، لأنه طلب مني أن أحضر له بعض المرشحين الذين سيصبحون حكماء في المستقبل، وأنا سأخبركم بالطريقة التي تعيدكم بها إلى عالمكم. وتقول لهم إذا التقيتم بسيد السيف سأخبركم بالطريقة التي تأخذكم إلى العاصمة الملكية. وعرفنا أن اسم هذه الفتاة هو أتيلا، وأخذتهم بعدها إلى مكان في الغابة حيث يكون هناك الكثيرون. وتقول أتيلا جميع هؤلاء الحاضرون سيفون وهدفهم أن يصبحوا سيد السيف في المستقبل. ثم يظهر سيد السيف بعد اختباراته ويقول ابدأوا في قتال بعضكم حتى أقول كفى، ويعلن أن سيكون هناك عقاب لمن يهرب. يشعر يوغري بالإزعاج من سلوك سيد السيف، ثم ينادى بعقاب من يهرب. يبدأون في القتال ويشعر يوغري بالإزعاج من هذا المكان. يرى أحدهم قادما ليقتله ويستخدم قوته السحرية للدفاع عن نفسه، لكن يتدخل أحد الفرسان ويقول له سأدافع عنك، ويبدأ في قتلهم جميعا. ويلاحظ يوغري أن بعضهم يخطط لقتله، لذلك يستخدم قوته ويقضي عليهم. ولكن الوالد يعتقد أن سيد السيف قام بفعل ذلك، ويقول بثقة أنه بالتأكيد يعاقبه. وفجأة انتبه توموشيكا إلى أن هناك شخص قد قتل التو، وطلب منها تسليم الحجر الذي يقع أمامها. عندما أمسك به تفاعلت قوة غريبة وعاد إلى حالته الطبيعية مرة أخرى. ثم قال لهم سيد السيف بعد ذلك لنكمل التدريب في مكان آخر. أتيلا طلبت من يوغري المشاركة في المنافسة، فرد عليها يوغري ويقول لها أنت قلت أننا سنقابل سيد السيف فقط، لكنها قالت لهما إذا أصبحتما فرسانا من فرسان الملك المقدس فأنا قد أكون من أتباعك. بدأ يوغري يسأل عن هذا الملك المقدس، فأخبره المقاتل ريك أن الملك المقدس هو الذي ختم سيد الظلام الذي كان موجودا في الغابة. فيقول لها بأن أتباعه لا يزالون يحاولون فك الخاتم ويرجعونه مرة أخرى. توموشيكا تسأل الولد الثاني عن الحجر السحري الغريب الذي كان معها، فيخبر بأن الحجر يمكنه الشفاء من أي ضرر. فجأة يجدون أمامهم حاجز سحري غريب للغاية، وعندما يتجاوزون الحاجز يظهر الشبح موكو ويستدعوهم للإسراع بسبب وجود شرير ينتظرهم. يشعر يوغري بشيء غريب، لكن سيد السيف يستدعوهم للدخول مبنى كبير. وعندما يصعدون إلى السطح يريهم سيد السيف ذائرة سحرية تدعى نهاية العالم. تحاول توموشيكا التركيز على الذائرة لتلاحظ أن هناك شخصان ميتان، الرجل يرتدي لباسا أسودا وفتاة ترتدي لباسا أبيض، وواضحا من طعنة السيف أنها مخاطرة من الفتاة. يخبر ريك بأن هؤلاء هي الملكة المقدسة وسيد الظلام. بعد ذلك يعلن سيد السيف بدء اختيار الفارس المقدس، حيث يجب عليهم النزول من الطابق الأخير إلى الطابق الأول، ومعهم مهلة 24 ساعة. يدرك أيضا أن عليهم جمع 100 نقطة قبل الوصول إلى الطابق الأول. تلاحظ توموشيكا ظهور مشاركين جدد لم يكونوا في الأول، ومن الواضح أن كل شخص منهم يمتلك قدرة خاصة. وتلاحظ أيضا أن يوغري ليس على طبيعته، فتقول ماذا يجري لك يا يوغري؟ ويقول لها هل تتذكرين الجو الغريب الذي شعرنا به عندما مرينا من البوابة السحرية؟ ويقترب منها ويهمس في أذنها قائلا لكننا لا نعرف ماذا قال لها حتى الآن. عندما يبدأون في التحرك نحو البوابة يجدون مقاتل تدعى فريديك تطلب من لينيل أن يعطيها حجر تجديد السحر لتجديد سحرها. فيقول لها أنا آسف، الحجر لا يعمل عليك، هو يعمل علي فقط. وتضايق وترمي الحجر على الأرض. فيقول له ريك لا تزعل، هيا بنا ندخل إلى البرج. وعندما يدخلون البرج يجدون عدد كبير من القتلى. فيقول ريك من الواضح أن الوحوش والأفخاخ التي في الداخل قد أوقعت أي شخص داخل البرج. يحذروا من أخذ الحيطة ألا يقعون في الأفخاخ، لكن لينيل يفعل ذلك بالخطأ ويصطبه ساما بالجدار. فيستخدم حجر السحر لعلاج نفسه ويقول لها هيا بنا نواصل طريقنا. ويقوم لينيل بفتح الباب، وفور أن فعل اختفى لينيل ويبدو أنه وقع في الفخ. عندما فتح ريك الباب للمرة الثانية ليبحث عن لينيل يجد مقاتل تدعى تيريزا التي تخبر أنه لا ينبغي لها أن يتحدث إليها بهذه الطريقة، وتشير أنها كانت فارسة مقدسة قبل فصلها. وتقول لهم الطريقة الوحيدة لجمع النقاط داخل البرج هي بقتل أي شخص أمامك. وتخبرهم تيريزا بأنها قررت المشاركة مرة أخرى في الاختبار لاستعادة لقبها بعد فصلها. وعندما تنظر توموشيكا نحوها تدرك أنها محاصرة بخيوط قوية وحادة والتي تستخدم دائما للقتال. تبدأ تيريزا في الهجوم على ريك بخيوطه الحادة، لكن ريك تصدى لكل هجماتها. وفجأة يستخدم يوغري سحرة وقضى عليها في ثواني. بعد ذلك لمح يوغري يد لينين المقطوعة وكانت تحتوي على حجر سحري، وفي الجانب الآخر يلاحظون جسد لينين ملقى على الأرض. ويطلب من توموشيكا أن تضع لها الحجر السحري في يدها المتبقية حتى يعالج نفسه. المهم يستمرون في طريقهم ووصلوا إلى الدور الثامن، وتستقبل موظفة الاستقبال وتخبرهم بأن لا يوجد خطر في هذا الدور ويمكن الاستراحة حتى اليوم التالي لمواصلة التحدي. وفي هذا الوقت انفصل كل فرد عن الآخر ودخلوا إلى غرفهم الخاصة للاستراحة، ولكن يوغري وتوموشيكا يضطرون للنوم في نفس الغرفة. ونرى بعد ذلك يوغري يغير ملابسه ويتمدد على السرير وينام على الفوق. ثم نرى لينيل وهو موجودا في غرفته، حيث تصلها رسالة تخبر أنها يمكن تجديد أدواته السحرية. ينجح في الحصول على العديد من الأحجار السحرية، وفجأة تتحول هذه الأحجار وتظهر أمامه
أمامه ملكة السحر وتخبر أنها قامت بتجديد مسار العشوائي، بما يعني نقطة تحرك ستكون من غرفته إذا مات. ويقول لها هل أصابك الجنون؟ البرج الذي أنا موجود فيه خطير للغاية. ولكنها تختفي فجأة من أمامه قبل أن يكمل حديثه. ونعود إلى سيد السيف الذي يراقب المتسابقين، حيث تخبر المساعدة بأن عدد القتلى ليس متناسبا مع عدد الأرواح في البرج، وتطلب منه تفعيل الحجر الثاني لإعادة تشغيل الحجر الأول. ونشاهد ولد يتشاجر مع فتاة تطاردها ويقول لها هل أنت هنا لتجنيدك حكيم أليس كذلك؟ وتقول لها أنهم قد أخبروه بأن يجب أن تقتله إذا رفض. تبدأ بفحصها لتتأكد ما إذا كان هو الشخص المناسب، وتظهر لها إحصائيات التي مكتوبا فيها جميع معلوماته، وتتضح أن ريكيتو وصل حديثا إلى هذا العالم وحصل على قوة سحرية كبيرة، وقرر بناء منزل في الغابة والعيش حياة سليمة، ويقوم بالهجوم عليه بقوته السحرية، ولكنها تتصدى لهجومه بنفس قوته السحرية وتنتصر عليه، وتخبر أنها قادرة على تقييد أي هجوم سحري موجود في هذا العالم. يحاول ويقرر استخدام قدرة الله بالدفع، ولكنها لا تعمل معه، فتخبر أنهم قاموا بسحب كل ما تبقى من قوته السحرية، ويستخدم سيفه لقتلها، لكن تظهر فجأة خنجر صغير وتهاجمه وتقتله. تصلها رسالة من الخنجر السحري الذي تحمل معها، ويخبرها بأن هدفها التالي هو يوغري وتوموشيكا. وعندما تبدأ في التحرك تسمع شخصا ينادي عليها، ويظهر أنه الفتى السليم الذي يحمل قدرة الشفاء الذي كان سيقتل يوغري وتركه العيش داخل الغابة. يخبرها بأنه التقى بريكيتو الذي قتلته قبل قليل، وقرر أن يسمح لها بالعيش معه، لكن بعد موته الآن ليس لديه مكان للذهاب إليه، ويريدها أن تأخذ معه، وعرض عليها أن يكون خادما له حتى لا تتركها وحده. تطلب منه أن ينضم إليها في مهمة قتل يوغري وتوموشيكا، ولكن عندما يسمع يوغري يكون خائفا جدا ويطلب منها أن تتركها يذهب لأنه لا يرغب في مواجهتها مرة أخرى. عندما تستيقظ توموشيكا من النوم تلاحظ أن العفريتة موكو ملتصقة بالحائط وتتوسل لها بمساعدتها قبل أن تموت. تخبر أن البرج يحتوي على أرواح موت كثيرة، لذا كل من يقترب الحائط يجذبه ويقتله. وفجأة يستيقظ يوغري على صوته ويقترب من الحائط، وبسرعة قتل كل الأرواح الموجودة فيها وأنقذ موكو. ويقول ما السبب الذي يجعل أرواح الموتى تدخل البرج، ويقول لها أكيد هناك سببا معينا. يقول توموشيكا أريدك أن تستعدي لأنني سأقتل أي شخص أراه على الألف. ترد توموشيكا قائلة عندما تستخدم قوتك السحرية وتقتل أي شخص أشعر أنني من استخدم هذه القوة، لذا تعودت على قوتك السحرية ولم أعود أخاف منها. نرجع للمقاتل المجهول، حيث نرى الفتى السمين الذي يبكي ويطلب منها أن يعود دون مقابلة يوغري، وفجأة يظهر أمامهم تنين ضخم كهربائي وتحاول استخدام قوتها الغريبة لدفعه بعيدا عنها، لكن التنين لا يستسلم ويقرر الهجوم عليها، فتستخدم نفس الخنجر الذي معها وتقوم بقطع رأسه. وعندما يموت التنين يظهر قنفذ شيطاني من جواه ويهرب، وتسحب الفتى السمين من رأسه وتقول له أن يتحرك، لكنه يصارخ خائفا في مقابلة يوغري. ونعود للتحدي داخل البرج، ونرى أن يوغري قتل جميع الأفخاخ الموجودة في طابقه، لكن فجأة يظهر شخصا مفاجئا أمامه ويقول له ألا ترى أن هذا الغش أمرا فظيعا؟ فيصابون بالدهشة ولا يعرفون من أين ظهر تماما، فيقول لهم أنا الشخص الذي صنع كل الأفخاخ الموجودة في البرج، ولذلك يمكن الظهور من أي مكان أرغبوا فيه. ويخبرهم بأن بعد كل المجهود الذي بذلوه فلن يسمح لهم بالمرور بسهولة، ويقول لا نحن نريد أن نخرج من البرج ولا يهمنا أي شيء آخر. ويقول لهم ساحر البرج بأنه موجود لحماية الحواجز التي تختم سيد الظلام، وإذا تدمرت كل الحواجز والأفخاخ فإنكم ستتسببون في مشاكل كبيرة. ويقول لها يوغري حسنا لن ندمر أي شيء إذا تركتنا نذهب. ويقول لها الساحر هل تعتقد أنني سأصدق كلام شخص يستطيع تدمير كل الأفخاخ بسهولة؟ يوغري بعد ذلك ضجر من كلامه واستخدم قوته وقضى عليه. نعود لسيد السيف، حيث يجد أن جميع الحواجز الموجودة داخل البرج بدأت أن تتعطل واحدة تلو الآخر، ونجد أن المقاتل ريكي استطاع أن يجمع 100 نقطة من قتال داخل البرج، وأثناء ذلك أن يجد الفارس التي كانت تساعد لينين في القضاء على الفرسان من أجل أن يجمع النقاط. بالفعل في نهاية المطاف استطاع أن يقتل واحد من الفرسان الموجودين داخل البرج. ونعود بعد ذلك إلى يوغيري، نجده أمام ساحة قتال كبيرة جدا. نشاهد أن هناك 2 من الأشخاص يحاربون بعضهم، واتضح أن هناك زعيم يدعى ماساكي والمقاتلة التابعة لها اسمها شيرو، وكانت تقاتل واحد من أصناف ملك الشياطين. وعندما يكتشفون حقيقتها تهاجم شيرو بقوة ويطير السيف الذي معها، لكن تزداد سرعتها وقوتها فورا تركت السيف. وأثناء قتالهم مع بعض يوغري ينادي على ماساكي ويقول له لو سمحت ممكن أن تتركونا نمر، ونحن نعدكم بأننا نتدخل في أشيائكم الغريبة التي تفعلونها. ويقترح عليهم ماساكي أنهم ينضمون إلى قتالهم، وذلك بسبب أن تلاميذه لم يحصلوا على نقاط. يرد عليه يوغري ويقول لا أنا لدي 6 نقاط وغير مهتم بجمع النقاط أصلا. ماساكي يغضب من كلام يوغري وبدأ في تهديده قائلا لدينا مقاتلين يستطيعون التحكم في كل أنواع السحر، والآن أنا سأقتلك وسأترك فقط الفتاة الشيطانية لوقت آخر، بما جعل يوغري ينفجر من الغضب وقام باستخدام قوته وقتل كل المقاتلين في لمح البصر. ماساكي عندما مر من أمامه يوغري ينفجر بالغضب ويقول لها هل تعتقد أني سأتركك تمر بهذه السهولة؟ لكن يوغري لا يمزح أبدا واستخدم قوته وقضى عليه في لمح البصر. توموشيكا تسأل لماذا قضيت عليه؟
ويقول لنا هذا مجرد شخص مخادع وكان يريدنا أننا نقع في الفخ. لقد كانت الفتاة نصف شيطان متفاجئة جدا من قوة يوغري الهائلة، فتقول له أنا أريد أن أطلب منك طلبا مهما جدا، وتضع أن اسم البنت نصف شيطان سيا، وتبحث عن أختها الصغيرة. وتقول يوغري لقد وصلت لهنا لأنني علمت أن شعبي محتجزا في هذا المكان. فتقول لها توموشيكا هل تريدين أن نساعدك في العثور على أختك؟ تقول لها نعم بالضبط، وتخبرهم بأنهم إذا ساعدوها سيكونون أعداء سيد السيف. يوغري يخبرها بأنهم أصلا أعداء لأنهم دمروا كل شيء موجودا داخل القلعة، ويخبرها بأنها قدرة السحرية ليست مؤهلة بشكل كبير حتى يجدون أختها، وحتى نجد أختك أخبرنا ما هي الطريقة وسنساعدك. يقول لها هل لديك أي معلومات في المكان الذي تريدين أننا نبحث فيها؟ فتقول لها في احتمال كبير أنهم محبوسين تحت الأرض. بعدها ريك ولينيل ونرى أن المقاتلة فريديكا تتشاجر مع لينيل أنه يسبب فشله في جمع النقاط. يوغري بعد يصل إلى الغرفة التي موجودا فيها السيد السيف الذي يخبرهم بأن وقت المسابقة انتهى وأن الذين فازوا منكم 17 فقط. لكن فجأة يأتي المساعدين ويخبرون بأن البرج سينهار قريبا، وأن الحاجز الأول الذي تم بناؤه حول البرج تقريبا قد دمر، وأن الآن لا يوجد سوى الحاجز الثاني. ويبدو أيضا أن أتباع سيد الظلام قد اقتربوا من اختراق الحاجز الثاني، وفجأة يسمعون صوت انفجار قوي جدا. تتضخ الفتاة من البرج واستطاعت أن تخترق الحاجز الأول والثاني، وفجأة يظهر أحد أتباع سيد الظلام ويقول لهم لو فجرت البرج فإن الحاجز الأول والثاني أيضا سيتم تدميره. ويقول سيد السيف كنت متأكد من أن شيئا مثل هذا سيحدث بعد 3 أيام. فيقول لهم إذا لم تهزموا أتباع سيد الظلام الآن فسينتهي الأمر بالجنس البشري بأسره. ويقرر يوغري أن يأخذ سيا وتوموشيكا ويقول لهم هذه فرصتنا لنبحث تحت الأرض الآن. تسأل توموشيكا ألن تفعل شيئا؟ يجيبها إذا قتلت أتباع سيد الظلام فسيلوحد سيد السيف ويأخذه بعين الاعتبار، لذا قررت أترك هذه المسافة والبحث عن أخت سيا الصغيرة. وبعدها نرى لينيل خائفا ويقول لريك هيا بنا دعنا نهرب من هنا بسرعة. ويجيب ريك قائلا لا يوجد وقت للهروب، لسنا جبناء حتى نهرب ونترك سيد السيف. ونرى أحد أتباع ملك الظلام ويقول إلى سيد السيف إنه يريد الطريقة التي يمكن من خلالها إلغاء ختم سيد الظلام. ويقول له هل تعتقد بأن بعد تدمير برج يمكن أن أقدم لك هذه المعلومات بسهولة؟ ويبدأ في قتل المقاتل واحد تلو الآخر. ويقول له إذا لم تخبرني بالطريقة إلغاء خاتم سيد الظلام سأواصل قتلهم واحد تلو الآخر. وفجأة يهاجم أحد المقاتلين وينشأ نسخ كثيرة منه، لكن يقضي عليهم جميعا بسرعة. وتغضب فريديكا وتطلق كرة ضوئية ضخمة لمهاجمته، لكنه يتمكن من إيقاف هجومها وتدمير الكرة الضوئية بسهولة. وفجأة يظهرون أتباع وراها، واحد فيهم يقول لو أصابتني هذه الهجمة لاحترقت، وتطعن اسمهم لوت وأوريجينا. وفجأة فريديكا تستخدم عصاها السحرية وتهجم عليهم، ولكن يستطيعون من إيقاف هجومها بسهولة وتحويل العصا إلى حلوى. يهجم ريك عليهم ولكن يتفادون هجومه بسهولة. ويقول له يبدو أن ريك هذا أقوى منك قليلا. يستمر ريك في الهجوم عليه، لكن لوك يتفادى كل هجومه. في نفس ذلك الأثناء لين تصل رسالة من الحجر السحري ويقول هذه الفرصة المناسبة لنفعل ذلك. ويقوم بتفعيل الحجر وتظهر ملكة السحر ويفرح جدا. ويقول له هل جئت فقط لتطمئن علي؟ تلقي نظرة على أتباع سيد الظلام وتقول له أنت خائف منهم، اترك لي هذا الموضوع ولا تقلق. ويفرح لينيل وعرف بأنها ستنتهي منهم بسرعة، ولكن ينصدم عندما يرحب لوتو وأورجين بها، ويبدو أنهم يعرفونها منذ مدة طويلة. وتقول لهم أنا ملكة السحر ولم أراكم منذ مدة، لكي لا أكذب عليكم هم أصدقائي في الأصل. يسألها ويقول لها ألم تقولي بأنك ستساعدني وتقضي عليهم؟ تجيبه تقريبا يا عيني الصبي انصدم ويشعر بأنها أيضا انضمت إلى صفهم. نرجع ليوغري وتوموشيكا ويلاحظون شيئا غريبا في السلالم التي يعبرون من خلالها، يشعرون كأنهم في طريق لا نهاية لها. تقول توموشيكا ليوغري أنت قادر على تدمير الحاجز مثل ما فعلت حتى تنقذ موكو؟ يجيب لا أستطيع تدمير هذا الحاجز، فقد يكون شعب سيا هم الذين بنوه بالأصل، وإذا دمرته فسيكونون في خطر. وفجأة تشعر توموشيكا بوجود سيف يمر من خلال جسمها، وبعد ذلك سيا تجد بابا غريبا تحت الأرض وتقول أشعر بوجود شيء غريبا وراء هذا الباب. ويدخلون وينصدمون بوجود شعبها في أنابيب اختبار لإستخراج قوتهم السحرية. لقد قرروا استخدام هذه القوة لختم ملك الظلام، وتقرر سيا الانتقام من سيد السيف وقتله بيدها. وتقول توموشيكا بعد ذلك ماذا سنفعل الآن؟ يجيب يوغري قائلا سنرجع عندهم مرة أخرى وسنعرف كيف سنتصرف معهم. نرجع إلى ناحية سيد السيف مرة أخرى ونلاحظ أن الموقف قد تعقد بشكل كبير. يقول إلى ريك أنت ستكون خليفتي وستصبح سيد السيف إذا مت. فيقول له ريك ماذا تنوي أن تفعل بالضبط؟ يخبر بأنه سيستخدم الطاقة الباقية في البرج ويقاتل بها. لين يسأل ملكة السحر ويقول لها ما السبب الذي جعلك تقفين في صفهم؟ تجيب قائلا لقد سبق وأن أخبرتك أنهم أصدقائي. ويظل يهدر الوقت ويشتت الانتباه حتى يستطيعون قتلهم. وتقول لهم ملكة السحر أن سيد الظلام حبيب موجودا داخل الختم، وإن أتباعي لم يستطيعون التغلب على سيد السيف، لذلك بحثت عن مغفل مثله ليساعدنا في مهمة البحث. لوت يخبر ملكة السحر أن الحاجز قد اختفى،
حينها ملكة السحر تظهر مرايا سحرية تظهر فيها الشخص الذي قتله يوغيري. وتقول لهم لو كان هذا الرجل يزال على قيد الحياة لكان أصلح هذا الحاجز. ترم صورة أخرى وأردفت قائلة أيضا لو كان هذا على قيد الحياة كان سيشكل خطرا كبيرا علي. وتخبر ليلين بأنها أزلت له قدرة الشفاء وبعدها تظهر لهم قلبا سحريا غريب وتخبر بأنها جوهرة الخاتم وفور أن تقوم بكسره سيفتك الخاتم. وفي نفس ذلك الأثناء يصل يوغيري وتوموشيكا ويلاحظون أن الوضع زاد سوءا في حين تقوم ملكة السحر بكسر الخاتم وبالفعل ينصدم الجميع حينما يرون أن الخاتم انكسر وملك الظلام يسقط ميتا في المياه. واتضح بعد ذلك أنه كان ميتا لكن الملكة المقدسة خرجت على قيد الحياة. وهنا توموشيكا عرفت بأن يوغيري هو الذي قتله. في نفس ذلك الأثناء سيا تستغل الوضع وتنقض على سيد السيف وتقطع رأسه. وبعدها نرى كائنا غريبا متنكرا على هيئة تنين كهربائي ضخم قضى على ملكة السحر وهرب لكن يتدخل لوتا على الفور ويستخدم سحر الشفاء ويعالجها ولكن ذلك دون جدوى. لقد كان أورجين حزينا على موت سيد الظلام. بعد ذلك أمر أتباع بقتلهم جميعا لكن الملكة المقدسة أنشأت حاجزا سحري لحمايتهم من هجوم الشياطين. يوغيري استخدم قوته وقام بقتل أورجين وأتباعها جميعا. ملكة السحر كانت مصدومة للغاية من موت سيد الظلام وأظهرت طاقة مرعبة. في نفس ذلك الأثناء سي طلبت من يوغيري يستخدم قوته ويقضي عليها ويخبرها بأنه لا يمكن أن يفعل بما أنها لا تحمل أي عداوة تجاهها وأيضا ليس هناك أي سبب مقنع لقتلها. وبعد ذلك وصلت الفتاة التي كانت تبحث عن يوغيري واتضح أن اسمها أوي وكانت أيضا أحضرت معها الفتاة السمينة. اقتربت من ريك وسألته عن يوغيري فيجيبها قائلا بأن هذه ليست اللحظة المناسبة لتسأل عن أي شخص وردت قائلا نعم معك حق الأمور محتدمة للغاية والسحر يتسبب في فوضى في كل مكان. وبدأت في تحليل قدرة ريك واستنتجت أنه سيد السيف الجديد. وفي هذه اللحظة الملكة المقدسة تخبر ريك بأن حاجز السحري لم يعد يحتمل أكثر من ذلك وطلبت من ريك أن يهاجم ملكة السحر بالسيف المقدس وبالفعل ينطلق بسرعة ويقوم بالهجوم عليها ويقضي عليها أخيرا. بعد ذلك أوي لمحت يوغيري وعندما قامت بتحليل قوته انصدمت بأنه يمتلك قوة مرعبة جدا تقريبا قوة لا نهاية لها وشعرت بالذعر وجلست على الأرض متفكرة في الانسحاب. وقالت له بأنها جلبت له الفتى السمين لأنه كان يبحث عنها وهربت على الفور. يوغيري قال للفتى السمين مستغربا ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لقد تركتك في الغابة وأين ذلك الطوق الذي كان في رقبتك؟ أجابه في رعب لقد انتهت مدة تأثيرها وتحررت منها أرجوك صدقني. ويطلب من يوغيري أنه يسامحه ولا يقتله. بعد ذلك ريك سأل سيا لماذا قتلت سيد السيف فأجابته بأنه استغل شعبها وسحب منهم قوتهم السحرية لذا كانت مضطرة للانتقام منها. وتخبر بأنه إذا كان سيسير على خط سيد السيف فسيكون عدوا لها أيضا. لكن هنا يوغيري قرر أنه يقف إلى جانب سيا وبعدها تتدخل الملكة المقدسة وقالت إلى ريك ماذا ستفعل الآن وأنت لا تملك أي قوة سحرية؟ نصحتهم ألا يعبثوا مع يوغيري لأنه قد يقتلهم في أي لحظة. وأشارت إلى أنه هو الذي قاتل أورجين وأتباع سيد الظلام وشكرت يوغيري على المساعدة. سألت ريك إلى أين سيتوجهون الآن فيقول لها إننا ذاهبون إلى العاصمة الملكية. ولينين أيضا يقول بأنه يريد أن يذهب إلى علاج فريديكا هناك. يوغيري يسأل سيا ويقول لها هل ما زلت تبحثين عن أختك؟ فتجيبه نعم وسأبدأ في البحث عنها. وكشفت له بأن اسمها هو أوفيميا ويوغيري يشعر بالدهشة بسماع هذا الاسم مشيرا إلى أنه سمعه من قبل. ثم طلبت منه أن يخبر عن كل الطرق التي سار بها منذ وصوله إلى هذا العالم. يعطي ريك يوغيري خريطة لمساعدته في الوصول إلى العاصمة الملكية ويعطيه قلادة غريبة قائلا إذا وجدت أي مشكلة هناك استخدم هذه القلادة فقط. ويبدأ يوغيري وتوموشيكا في التحرك نحو العاصمة الملكية وكالعادة يغفو أثناء رحلته. يظهر الفتى السمين ونراه يائسا لأنه لم يجد أي أحد يعير أي اهتمام ولم يجد أي معبر ويبدو أنه سيبقى في هذا العالم لوحده. وفجأة يظهر أمامه ولد ويطلب منه أن يكشف له عما يعرف عن يوغيري. وبعد ذلك نعود إلى الحاكم شيون الذين اكتشفوا أن المقاتلة أوي هربت ولم تقتل يوغيري فيسألها مساعدة عما تنوي فعلها معها فيسألها عما تنوي أن تفعل معها بعد ذلك فتجيبه لحد الآن لا أعرف ماذا سأفعل. وتقوم بعدها باستدعاء أشخاص من اليابان لهم علاقة بيوغيري. وفجأة يظهر رجل عندما وصل لم يكن يعرف أين يوجد بالضبط وأخبرته أنه موجودا في عالم آخر وأنهم قد استدعوا. ثم يفتح جهاز التتبع الخاصة به ليتحقق هل فعلا يوجد يوغيري في هذا العالم. شعر بالفرح وفجأة تلقى تحذيرا على جهازها بأن إشارة التدمير الذاتي قد تم تنشيطها. بعدها انفك جسده ومات بسرعة. في نفس ذلك الأثناء نرى الحاكم شيون مصدوم وتتساءل عما يكون يوغيري هذا. وبعد ذلك عدنا للحافل حيث وجدنا فتاة تستيقظ مرة أخرى بعد وفاتها وعلمنا أن نظام الذكاء الاصطناعي كان يسيطر عليها واستطاع أنه يعيدها للحياة. مرة أنها تنفذ لها بعض الأوامر إذا كانت ترغب في العيش مرة أخرى ويقول لها أن معها 30 دقيقة فقط ويجب أن تعالج نفسها في أسرع وقت ممكن. وعندما تخرج من الحفل
الحافلة. تجد التنانين التي هاجمتهم وقتلتهم ميتة، وتبدأ في تناول أجزاء منهم حتى تعالج نفسها، ثم يعود بنا الأحداث إلى الفلاش باك إلى حياة يوغري أثناء وجودها مع معلمتها. ويبدو أن أساكا معلمة ليس لديها مهارات جيدة في الطهي، وتشعر بالإحباط لعدم وجود شخص يساعدها في الطهي. ويوغري عندما تذوق الطعام لم يعجبه وشعر بأنه سيئا جدا، وتغضب منه وتقول له أنه لا يجب أن ينتقد الطعام أمام الشخص الذي قدم له هذا الطعام، وأنه يجب أن يقدر ويشكر على مجهوداتها. ويجب يوغري بأن الطعام ليس سيئا، لكن أساكا عندما تذوق الطعام تنصدم بأنه سيئا للغاية، وشعرت بالإحباط وعرفت أن لديها موهبة طهي سيئة جدا. ثم تقرأ بعد ذلك العقد الذي وقعته مع الشركة، وطلبوا منها البقاء مع يوغري وتعليمها كل شيء. تبدأ فعلا تعليمها القراءة والكتابة، وأثناء وجودها معها تسمع صوتا يأتي من الخارج، فيقول يوغري أنها الخادمة التي تقدم لها الطعام. وعندما تخرج لتراها ترى أنها روبوت عبارة عن إنسان. المهم عندما تذهب عند مدير مركز الأبحاث نجد أنها سعيدة جدا بأدائها وبقائها مع يوغري مدة طويلة. يخبر بأنه لم يستطع أي شخص البقاء مع يوغري، وأن الجميع انسحب من المهمة بعد أول يوم فقط. ثم يمنحها مبلغا كبيرا من المال لإقناعها بالاستمرار، ويخبرها بأنها إذا أرادت أن تأخذ إجازة فيمكنها فعل ذلك بكل سرور. توافق أساكا على الفور أنها تأخذ الإجازة حتى ترتاح قليلا، وفجأة تستيقظ من النوم وجدت نفسها في غرفة غريبة. تقول مع نفسها ما الذي جاء بي إلى هنا؟ يفترض أني حصلت على إجازة البارحة واشتريت الكثير من الأشياء. ما الذي جاء بي إلى هنا؟ يبدو أني خطفت. وإذا بصوت يقول لها بالفعل لقد انخطفت، ولكن ليس لدينا أي نية أن نؤذيك. نرجع بعد ذلك إلى يوغري الذي كان حزينا جدا على أساكا. لقد مر يوما كاملا على خروجها من المنزل ولم تعد حتى الآن. يلاحظ أن حتى الكلب الموجود معه حزين على أساكا، فيقول لها اطمئن سأذهب الآن لأبحث عنها وأعيدها للمنزل. يذهب بعد إلى الروبوت الذي كان موجودا معه في المزرعة ويسأل عن أساكا التي أخبرته بأن أساكا هي الآن في إجازة، ويقول لها هل يمكنك أن تريني أين يقع مكان الذي توجد فيه أساكا حتى أذهب عندها؟ فتقول لها الباحثين فقط الذين يعرفون مكانها، ويقول لها خذني عند الباحثين حتى أسألهم. بالفعل أخذته عند بوابة الدخول وتقول له بأن هذه البوابة تفتح فقط من الداخل ولا يمكن أن نفتحها من الخارج. الباحثين ينصدمون عندما يسمعون صوت يوغري يناديهم، ويقول لهم افتحوا الباب أنا أبحث عن أساكا. وعلى الفور يبلغون المدير الذي عندما دخل غرفة المراقبة وجد أن الباحثين قتلوا جميعا، ونجد أن يوغري استطاع أن يدخل إلى الداخل ويطلب من الباحثة أن تفتح لها الباب حتى لا يقتلها، لكن المدير الملعون يطلب من الشرطة الموجودة معه أن يقتلون الموظفة قبل أن تفتح الباب. بالفعل يخرج الشرطي مسدسا، لكن نلاحظ أنه خائفا جدا، وفجأة نجد أنه سقط ميتا. حينها دخل يوغري على الفور ويقول لها أين هي أساكا؟ فيخبر بأنها هي في إجازة الآن. ينظر لها يوغري ويقول لها متى ستعود من الإجازة؟ يخبرها بأنها لن تعود أبدا. فيقول لها لماذا هي لن تعود؟ ويخبر المدير بأن الوكالة خطفته ويطلب منه أن يأتي معه ويساعدها وينقذ أساكا. فيقول له أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا لأن الوكالة لديها نفوذ عالية جدا وممكن أن يقتلوني. فيقول له يوغري أنا سأذهب لوحدي وأبحث عليها وأنقذها. وفعلا يوغري يصل للوكالة ويقتل كل الجنود الموجودين فيها. عندما يرونه المسؤولين في كاميرا المراقبة يقولون يجب أن نختبئ منه ونقتله على الفور. بالفعل يختبئون منه، ولكن عندما قرروا أن يقتلوه يوغري يقتلهم على الفور جميعا. نرجع لأساكا التي كانت متضايقة جدا لأنها محبوسة داخل هذا المكان، لكنها تسمع الصوت يأتي من الخارج، وفجأة يفتح الباب ودخلت مسؤولة الوكالة وكانت تحمل معها مسدسا ثبته على رأس أساكا. وعندما دخل يوغري تقول له إذا تحركت سأقتل معلمتك، لكن يوغري على الفور يستخدم قدرة الموت الفوري ويقتلها. يركض نحو أساكا ويعانقها بقوة. يقول لقد اشتقت لك كثيرا. أساكا تفرح جدا وتشكر لأنه أنقذها، وقالت أنها تعود معها مرة ثانية للمنزل. أساكا تسأل بعد ذلك مدير المركز الأبحاث وتقول لها هل يوغري سيتعرض للعقاب بسبب ما فعل؟ يجيب قائلا لا نستطيع أصلا أن نفعل شيئا في حقه. فتبتسم وتقول له حسنا ماذا سأفعل الآن؟ هل سأكمل حياتي هنا أم ماذا؟ فيقول لها مبتسما نعم لا يجوز أن تستقل الآن. ونخرج بعد ذلك من أحداث الفلاش باك ونرى توموشيكا تنظر إلى يوغري وهو نائما وتسرح في النظر إليه، وفجأة تظهر العفريتة موكو وتقول لها هل ستبقين تنظرين إليه هكذا طول الوقت؟ وهنا توموشيكا تشعر بالإحراج. تؤكد لها موكو بأنها تعرف بأنها تحب يوغري وتقترح عليها أنها تعترف إليها، لكن توموشيكا رفضت ذلك وتقول بأنها ستنتظر حتى يعترف لها هو أولا بحبه. عندما استيقظ يوغري يخبر توموشيكا بأنهم وصلوا للعاصمة، ويلاحظون بعد ذلك أن هناك حراس كثيرون جدا تحيط بهم. وثم يستقبل رئيس الحرس الذي كان اسمه تروكس، وكان يشك في أمرهم ولا يعرفون ما الذي أتى بهم إلى هنا. فيخبر يوغري بأنهم الحكماء المرشحين الذين اختارتهم الحكيم الشيون، وواحد من المساعدين بدأ يعمل كشف لقوتهم السحرية ويقول لهم أنتم تمتلكون فعلا قوة الحكماء المرشحين، لكن ممكن يكون هناك تزويرا. وهنا يوغري على الفور يظهر لهم السلسلة التي أعطاها له ريك، وعلى الفور ينحنون جميعهم معتذرين لهم.
ويقول بعد ذلك يوغوري لتوموشيكا: هذه السلسلة أعطاها لريك، وأخبرني أن لو واجهت أي مشكلة لا أفعل أي شيء، كل ما علي سوى أن أظهر هذه السلسلة وستحل كل مشاكلي داخل العاصمة الملكية. يأتي بعد ذلك ابن الملكة الذي اسمه ليفن، وقرر أنه يتحدى واحد فيهم حتى يتأكد هل هم فعلا الحكماء المرشحين أم لا، ويخبرهم بأنه شخصا ضعيفا جدا، وإذا هم فعلا يمتلكون قوة كبيرة سيستطيعون التغلب عليه بكل سهولة. وتقرر توموشيكا هي التي ستواجهه وتخرج سكينا، وعندما يبدأ التحدي بينهم تبدأ توموشيكا بتحريك سكينها بطريقة غريبة كانت تحاول أن تشتت انتباه بحركتها المذهلة هذه، وفي نفس الوقت تركض نحوه بسرعة وتظهر وراءه ووجدت لها ضربة قوية. هنا نجحت بالفعل توموشيكا في التغلب على ديفيد. يوغوري يتفاجأ جدا عندما أوشكوا من الاقتراب إلى العاصمة الملكية، يجد أنها محاطة بتعويض غريبة جدا، فيقول لها ديفيد أن هذه التعويض وضعها شخصا يمتلك سحرا كبيرا. وعندما يقول لها اسم هذا الرجل، يوغوري عرف أن هذا الرجل هو الذي قام بوضع الأفخاخ في القلعة التي كانوا يتحدون بعضهم فيها. يلاحظون بعد ذلك مقاتلين كثيرون جدا، فيقول لهم ديفيد أنهم موجودين هنا حتى يحمون المملكة من ملك الشيطان وأتباعه، وبعدها يغادر ديفيد ويتركهم. يقول يوغوري إلى توموشيكا: إننا الآن سنقابل الطلبة الذين تركونا وهربوا، ويقول لها: يجب أن تقتنعي أنهم أعداؤنا الآن، لأنهم تخلوا عننا وأرادونا أن نموت. وعندما يدخلون إلى الداخل يأتي عندهم الملك وبدأ في استقبالهم، ويقول لهم: طالما تم استدعاؤكم إلينا هذا يعني بأننا حضرناكم من أجل المهمة التالية. ومن أكمل حديثه حتى قاطعوا أحد الطلبة قائلا، ويقول له: أنت لماذا تتكلم معنا بغرور هكذا؟ نحن لا نريد أن نكون تحت أمرك وسنفعل ما يحلو لنا. فيضحك الملك وأردف قائلا: هذه المرة الأولى التي يتحدث معي شخصا بهذه الجرأة. وعلى الفور يخرج سيفه ويقطع أصابع الولد، ووقع الولد على الأرض من كتر الألم. ويقول لهم بعد ذلك الملك: حتى تكونوا حكماء يجب أن تفعلوا إنجازا عظيما. ونرى بعد ذلك الحكيمة شيون تفتح بوابة سحرية، وعندما تدخل تجد فتاة التي كان مطلوبا منها أن تقتل يوغوري وتوموشيكا، لكنها كانت خائفة ومرعوبة منها جدا. وعندما تسألها شيون عن سبب خوفها تقول لها: يوغوري هذا ليس إنسانا طبيعيا، يبدو أنه عبارة عن وحش يستطيع قتل أي شخص أمامه بسهولة. فتسألها عن أي معلومات جمعتها عنه، لكن يرد عليها السيف الذي معه ويقول لها: احنا جمعنا قليلا من المعلومات عرفناها عن الفتى السمين الذي كان موجودا معها في الرحلة. نعود بعد ذلك إلى الفتى السمين اللي كان موجود مع أوي، وطبعا الآن موجودا مع مساعد ملك الشياطين لوت. وحينها لوت يسأل الفتى السمين هذا ويقول لها أنه يحاول أن يساعد حتى يصل يوغوري ويقتله، فيقول لها: أنت لوحدك لن تستطيع أن تعمل أي شيء أو تقتله، لأنه هو الذي قتل صيد الظلام بتاعك. فيقول لها: أنا سأستعين بشخص أقوى من سيدي. ويخرج لها مفتاحا غريبا جدا ويقول لها أن هذا المفتاح هو مختوما فيه شخص أقوى من ملك الشياطين. فيقول لها الولد السمين: ما الذي سيكون أقوى من ملك الشياطين اللي حيكون داخل هذا المفتاح؟ فيقول لها: الشخص الموجود داخلها هي أختها الصغيرة، لكنها أقوى منه بكثير. ووقتها عرف الولد السمين أنه تورط في مشكلة جديدة، وقرر أنه يهرب على الفور، لكن لوت يلاحق وأمسك به ويقول له: أنا لا أعرف الكثير من المعلومات عن يوغوري، لذلك يجب أن تبقى معي. ونعود بعد ذلك لناحية الملك الذي يقول لهم: إذا استطعتم الدخول إلى العالم السفلي وقمتم بمهاجمة ملك الشياطين، حينها ستكونون عملتم إنجازا عظيما، وهكذا ستمنحون لقب الحكماء. ويطلب منهم أنهم يعالجون الولد الذي قطع له يده بالسيف. ونرجع بعد ذلك إلى الملكة المقدسة التي قتلت ملك الشياطين، وفورا أن وصلت إلى مملكتها يرحب بها الخادم، وبعد ذلك يأخذها إلى غرفتها ويسألها ويقول لها: أنت ماذا ستفعلين بسيد الظلام الموجود في الوادي؟ وتقول له أنه مات وتخلص منه، لكن يسألها عن مفتاح الخاتم خاصته، فتقول لها: أنت إلى ماذا تلمح؟ أنا لم أفهم قصدك. يخرج لها بعد ذلك هذا المفتاح الغريب، وكانت تخرج منه طاقة سحرية قوية ويستطيع أن يتحكم فيه. ونرى بعد ذلك يوغوري واقفا مع الطلبة وكانوا مصدومين ولا يصدقون بأنه لا يزال على قيد الحياة وأنه استطاع الخروج من الحافلة حيا. فيقول لها: أنت أكيد أتيت إلى هنا حتى تنتقم مننا بعدما تركناك لوحدك. ولكن فجأة تظهر الطالبة وتقول إلى يوغوري: إننا يجب أن نتعاون مع بعض من أجل أن ننفذ هذه المهمة التي طلبها منا الملك، وإن هذا الوقت ليس هو المناسب لتصفية الحسابات. وبعد ذلك عندما كان يوغوري جالسا مع 2 من الطلبة، ظهر ولد شكله غريب وطلب أنه يتحدث مع يوغوري، وبدأ يعرف بنفسه باسم حاصد الأرواح، وكانت مهمته أنه يراقب يوغوري طول الوقت. ويقول ليوغوري: ممنوع أنني أقترب منك أو حتى أنظر إلى عيناك. يقوم بإخراج عينه ويضعه أمامه ويقول لها: هذه العين تستطيع أن تكتشف أي حاجة خارقة للطبيعة. لكن فورا أن وصلت إلى هنا فقدت قوتها. وبعد ذلك يسأل يوغوري ويقول لها: ما الذي جلبك إلى العاصمة الملكية؟ فيرد يوغوري بأنه يرغب في لقاء الحاكمة شيون لمعرفة الطريقة التي يمكنها من خلال العودة إلى عالمها مرة أخرى. ثم يقول لهم يوغوري بأنه سيعتبرهم حلفاء مؤقت، وذلك لأنهم مكلفين بمهمة ملكية في الوقت الحالي. ويبدأون بالنزول إلى العالم السفلي الذي يوجد تحت الأرض، وينقسمون إلى مجموعتين،
ونرى هنا توموشيكا وهي ترتدي لباسا جديدا تماما للمهمة الجديدة، ونشاهدها وهي تقتل الشياطين بسهولة تامة، حتى أن الفريق المراقبة لها ينصدم من قوتها. بعد ذلك نذهب إلى يوغري الذي بالطبع لا يرغب في استخدام قدرة الموت الفوري حتى لا يعرفون باقي الطلاب مدى قوتها الحقيقية. وأثناء قتل الشيطان يقرب يوغري السيف من خط الموت الذي يمثل نهاية العالم لكل شيطان، وعندما يقترب الشيطان من هذا الخط يقوم الشيطان بالانتحار بمجرد أنه اقترب منها، وبعد ذلك يستطيع يوغري قتل الشيطان دون أن يعرف أحد حقيقة قوته. يتفاجأ ديفيد من حركات يوغري الهوائية الدقيقة أثناء قتاله للشياطين، ورغم ذلك يستطيع قتلهم بسهولة. ثم نعود لليوت مساعد ملك الشياطين ويكون مع الفتى السمين وهو متنكر في شكل الفتاة، وقد وصلوا إلى العاصمة الملكية واستغرب من الازدحام الشديد الذي يشبه الاحتفالات. يخبر لوت بأن ابنة ملك الشيطان التي يبحثون عنها موجودة تحت الأرض هنا، وأن يجب عليهم البحث عن طريقة للوصول إليها. وبعد ذلك يذهبون إلى يجلسون في مطعم، ولوت يسأل الموظفة العاملة في المطعم إذا كان هناك حفلا اليوم، فتجيبه الموظفة نعم. بما أن المرشحين الحكماء وصلوا إلى المستوى الخامس من العالم السفلي يوجد حفلا. بعدها الفتى السمين يرى زملائه جالسين على الطاولة بجانبه، لكنه استخدم تعويضة عدم التعرف لكي لا يتعرف عليهم. بعد ذلك تطر الفتاة التي تم السيطرة عليها بواسطة الذكاء الاصطناعي وعادت للحياة مرة ثانية، وتهاجم الولد الذي انقطعت يده وتواصل بالهجمات القوية حتى أنهت على حياته. وتخبر زملائها بأنها أتت للانتقام منهم بعد تركها تموت داخل الحافلة، وتخبر بأنها ستقتل واحدا منهم كل يوم. ثم تظهر الحاكمة شيون بدأت تدردش معه من أجل أن يخبرها بالمعلومات التي يعرفها عن يوغري، واكتشفت أنه يوغري لديه قدرة الموت الفوري، وعرفت بأن لوت متنكر على هيئة بنت، ويخبرها لوت بأنه الذي سيقتل يوغري بيده. بعد ذلك يطلبون من الحاكمة شيون أن تخبرهم بالطريقة للوصول إلى العالم السفلي لتحرير أخت ملك الشياطين. بالفعل بدأت تصف لهم الطريق وأخبرتهم أين يقع المدخل. نرى بعد ذلك يوغري وهو يلعب على هاتف، وتخبر توموشيكا أنهم في المستوى الخامس ويزالوا مستوين ويصلون إلى ملك الشياطين، ويعرفون بعد ذلك الطالبة التي عادت للحياة مرة أخرى بواسطة الذكاء الاصطناعي، وكانت هي التي قتلت وأقسمت بأنها ستقتل كل الطلبة الذين كانوا معها في الحافلة. بعدها يوغري استغرب من عودته للحياة مرة أخرى. نرجع لناحية الحاكمة شيون، يخبرها مساعدة أن المرشحين الحكماء تجاوزوا كل المستويات ووصلوا إلى المستوى السادس بسهولة، وقررت أنها تصعب على المستويات القادمة. بعدها يسأل مساعدها عما تنوي أن تفعل مع يوغري، تخبر بأنها لم تقرر بعد. في نفس ذلك الأثناء يدخل عليهم الطالب هارتو الذي طلب منها أن تزيد في المدة الزمنية التي أعطتها لهم. بالفعل وافقت، ولكن على شرط أنه يساعدها في التخلص من يوغري. هنا هارتو بدأ يضحك وشعر بالتعجب أنها طلبت منه مثل هذه المهمة. وإلى هنا انتهى هذا الملخص، وشكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في مقطع جديد.